طيب بصوا يا شباب، خلونا نتوكل على الله ونبدأ. احنا السيشن مسجلة برضو إن شاء الله. خلينا نعمل شير سكرين كده. شير سكرين كده إن شاء الله كويسة معاكم يعني. بصوا احنا هنعمل إيه النهاردة؟ هنتكلم. إيه ده؟ لأ بلاش أسئلة بقى. استنى. عملت بزنس وجواه اتنين تكون كل واحد مش مختلف، عملت تمرين عن واحد منهم أخد بان مش عارفة إيه. طيب خلونا هنرجع للأسئلة تاني كلها في الآخر يعني. نبص على الشات كلها مرة واحدة في الآخر بس. حاضر إن شاء الله. خلينا نرجع تاني. احنا هنشرح ايه النهارده؟ هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن السيلز فانل. سيلز فانل مفهوم كبير جدا. احنا هنتكلم عليه اكتر من ناحيه من ناحيه الادز ومن ناحيه البرفورمانس، او كمان تركيزا على الاي كوميرس. وهنشوف يعني على اخر السيشن هل احنا قدرنا نغطيه اصلا تغطيه كامله السيشن ده، ولا نحتاج جزء تاني. انا شايف ان احنا هنحتاج جزء تاني. طيب انا قبل كده كنت بعمل ايه؟ انا اصلا كنت بشرح نفس السيشن دي في الكورس البيد اللي كنت عامله من فتره. بس كنت بشرحها على اجزاء كتير، يعني بشرح نفس السيشن دي وبعدين السيشن اللي بعدها نعيد على نفس التوبيك ونأكد الكلام، والسيشن اللي بعدها نعيد على نفس التوبيك سريعا ونزود عليه. طيب اللي احنا هنحاول نعمله ايه؟ ان احنا هنحاول نعمله باذن الله ان احنا النهارده نيتنا ان احنا والله هنقدر نغطيها، طالعين كلنا فاهمين كل الاسئله. لو حد عنده اي سؤال ان شاء الله نجاوبه في الاخر على الجزئيه دي. لو حد عنده اسئله بره الجزئيه دي هنجاوبها، بس انا اقصد كالنهارده يعني. طيب لسه حاسين ان في نقاط محتاجه نوضحها قوي. هندخل سيشن تانية على السيلز فن العادي، هنعتبر دي بارت 1 وهنعمل سيشن تانية على بارت 2. لو حواليا دوشه فغصب عني اقع عليك. ده باختصار جدا ان شاء الله هنعمل ايه. طيب خلونا نبدا عشان الوقت. احنا هنتكلم عن ايه في السيلز فانل؟ زي ما احنا متفقين احنا بنقول نقاط هنتكلم فيها. والله هنتكلم ايه السيلز فانل وليه اصلا انا المفروض اتعلم السيلز فانل دي. طيب في حاجه اسمها رحله العميل او رحله العميل جوه الويب سايت ايا كان اسميها ايه. هناخد امثله على رحله العميل. هنتكلم عن الادز والداشبورد. هنتكلم عن حاجه اسمها الكاستم ماتريكس والتراكنج تشيك والسيشن ريكورد. طيب وهنشرح السيلز فانل، يعني اكيد هو ده التوبيك الاساسي. طيب الحاجات دي كلها هل احنا كاشخاص قادرين ان احنا نستوعبها كلها في مره واحده؟ في الحقيقه والله هي مراحل. طيب يعني ايه مراحل؟ يعني انا مثلا وانا بتعلم في الاول خالص كان بالنسبه لي سيلز فانل دي مش شيء ما اعرفوش اصلا، يعني ما اعرفش يعني ايه سيلز فانل. انا والله عرفت ان انا اعمل حملات كونفرجن وبدات كمهران ان انا اعمل حملات كونفرجن. بعدين دخلت سيشن مع حد، الكلام ده من كذا سنه يعني. يمكن انا حتى بقعد كل شويه اهزر مع الموضوع ده. دخلت معاه قلت له انا مش عارف، وبيجي لي بعمل اعلانات وبصرف فلوس وبيجي لي امبريشنز وكليكس ومش عارف اعمل ايه، وانا ذاكرت كل حاجه وكده. فهو قال لي ايه؟ قال لي بص باختصار، بص على السي تي ار والكونفرجن ريت، وانت ان شاء الله لو ده كويس الرقم ده كويس والرقم ده كويس يبقى انت كده ايه في السليم وهتجيب مبيعات. وده كان هو اللي قاله لي. طيب اللي قاله لي ده خلاني اعرف ابيع. عرفت ابيع عادي الحمد لله بكرم ربنا طبعا يعني. بس لما ركزت ان انا اخلي السي تي ار ده كويس والكونفرجن ريت كويسين واركز كل واحد كويس ليه، فخلاص بقيت بعرف ابيع عادي. ولاند جابت ستور، جابت منتج، جابت شغل فول تايم. شغل فول تايم جاب بارت تايم. خلاص بقى عادي، انت بقيت فاهم انت بتعمل ايه. ده لو انت لسه بتبدا. طب لو انت شغال اصلا بس محتاج تتحسن في الحته دي، ده برضه هنشرحه ان شاء الله دلوقتي. خلوني ما اطولش عليكم. طيب عندنا ايه؟ احنا نتكلم والله ايه هي السيلز فانل دي وليه السيلز فانل. طيب ايه هي سيلز فانل دي؟ سيلز فانل دي باختصار يعني كاني خلينا نتخيل سوا كده. انا عندي محل بيبيع منتجات، فانا عايز اعرف انا كام حد دخل المحل عندي، كام حد عجبته المنتجات، كام حد دخل قاس الهدوم مثلا لو انا محل ملابس، وكام حد اشترى. طيب برضو يعني ايه سيلز فانل؟ والله سيلز فانل دي يعني فانل دي بمعنى او معنى او شكل مخروط يعني. طيب
انا بحتاج ان انا اقيس عدد الناس واعرف الناس او العملاء بتروح لفين. طيب يعني ايه، خليني انا استخدم وايت بورد معاكم كده. طيب خلينا نفتح الوايت بورد. شايفين كده يا شباب الوايت بورد ان شاء الله، صح؟ طيب عظيم ان شاء الله. ماشي خلونا نبدأ. طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ والله احنا عندنا، احنا قلنا بقى ايه موضوع السيلز فانل. طيب السيلز فانل دي ده رسمة مشهورة كده، ان احنا بنرسم ايه؟ بنرسم كده وبنعمل قمع، بيقول لك والله ده هنا شريحة عملاء، شريحة رقم واحد، شريحة رقم اتنين، شريحة رقم تلاتة. طيب الكلام ده جميل جدا، بس احنا مش فاهمين يعني. طيب يعني ايه؟ يعني انا والله انا اعلاني ظهر ل1000 واحد، ده كده عدد مساء الناس الخير، معلش مش عايزة بس ان انا اقطعك، بس البورد مش ظاهرة، هو موجود البرزنتيشن، مش عارفة ده عندي بس ولا عند كل الناس. او ممكن ظهر الاثنين. طيب البورد ظهر، البورد ظهر. طيب كده كده اه البورد ظهر معاكي صح؟ اه اه بالظبط كده ظاهرة تمام. طيب عظيم. شكرا. احنا ميرسي. ما فاتكيش كتير، لا طبعا. احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا قمع او فانل، والفانل دي قسمناها لواحد اتنين تلاتة كشرايح من عمر. طيب الكلام الجميل ده يعني ايه؟ يعني انا والله اعلاني او بداية تعاملي مع العميل ان الاعلان بتاعي ظهر وطلع لي 1000 واحد. الاعلان طلع ل1000 واحد. طيب ال1000 واحد دول كم حد منهم عجبه الاعلان وضغط عليه عمل كليك؟ والله مثلا هنقول 100 شخص. يبقى انا من ال1000 شخص في 100 هم اللي كملوا معايا. يعني هنعتبر ايه؟ هنعتبر ان القمع ده مثلا سنة اولى ابتدائي، عشان دي مثال تافه جدا. طيب اللي نجح من اولى ابتدائي وراح تانية ابتدائي، هم دول الناس اللي كملوا معايا. طيب واللي راح تالتة، والله دي برضو الناس اللي نجحت في التانية وراحت تالتة. هي مش نجحت، يعني احنا دلوقتي بندي مثال نجحت، بس هي في الحقيقة مش نجاح وسقوط يعني. طيب كلام جميل. يبقى انا والله طول ما انا مكمل كده، دي الناس والله اللي راحت رابعه كمثال، والله سنه سته بالنسبه لي هي اخر سنه في المدرسه، فاللي نجح في سنه سته ده كده ممتاز خلاص وكمل معايا الرحله الاخيره. طيب خلينا ندي بقى مثال حقيقي على جزئيه الادز او جزئيه الاي كوميرس. طيب الجزئيه دي نشرحها ازاي؟ نرجع بقى للمثال بتاعنا. احنا قلنا ايه؟ والله الاعلان بتاعي في 1000 واحد ظهر له الإعلان، الآد ظهر يعني إيه؟ يعني كان بيقلب على تيك توك كمثال وظهر له الإعلان. طيب في لما الإعلان طلع على تيك توك وكان شكله فيديو كده، كان في زرار تحت ظهر مكتوب عليه مثلا شوب ناو. كم حد بقى ضغط على شوب ناو؟ والله من ال1000 واحد اللي ظهر لهم الإعلان 100 بس اللي ضغط. يبقى ال100 دول عملوا إيه؟ عملوا كليك. طيب من ال100 واحد اللي عملوا كليك دول، الموقع بتاعي بيهنج او بيبقى فيه مشاكل او ايا كان، بس من ال100 واحد اللي عملوا كليك دول، في 70 واحد بس، 70 واحد بس الموقع حمل معاهم. يبقى هنا هنسمي ده ايه؟ والله تحميل الموقع اهو الويب سايت. طيب من ال70 واحد اللي الويب سايت فتح معاهم، في مثلا 5 اشتروا، 5 دول عملوا عملية شراء أو عملية برشيز.
طيب هنا او الكلام الكتير اللي احنا بنتكلم فيه ده هو ده ملخص اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. طيب احنا هنتكلم في ايه برضو؟ والله احنا هنتكلم احنا ازاي نطلع ل1000 واحد بتكلفة قليلة، وازاي اكبر عدد ممكن من ال1000 واحد دول يعملوا معايا كليك، وازاي لو انا اتعمل لي 100 كليك بدل ما يوصل منهم 70 للويب سايت لا يوصل منهم 90 او يوصل 100 ايا كان، وازاي من ال100 واحد اللي يوصلوا للويب سايت بدل ما 5 اللي يشتروا لا 20 اللي يشتروا مثلا. ارقام دي امثله. طيب كلامنا احنا هنرجع تاني نشار البرزنتيشن، بس كلامنا كله علشان نقدر نحسن البيع. طب لو انا حسنت السيلز فانل اللي انا بحكي عنها دي ايه اللي هيتم معايا؟ اول حاجه لو انت بتحسن السيلز فانل سعر المبيعات سعر البيعه هيقل معاك، بالتالي الرؤاز هيزيد. طيب ايه تاني؟ اول حاجه بنفس الميزانيه هتقدر تزود حجم المبيعات. طيب وايه كمان؟ هتبقى انت فاهم لو صحيت في يوم ما لقيتش مبيعات فين المشكله. ليه؟ هو طبيعي جدا ان كل يوم إيه اللي يحصل؟ كل يوم الناس تيجي يطلع لها الاعلان بتاعي، لان انا بدفع فلوس للمنصات عشان تطلع الاعلان بتاعي، انا دافع لها فلوس، فطبيعي اعلاني هيظهر ان ما كانش فيه مشاكل يعني ان شاء الله. طيب اعلاني ظهر ودفعت الفلوس، ايه بقى ممكن يحصل؟ فالناس ما تشتريش، اللي هو عملية الشراء اللي في الاخر اللي هي البرش. امتى ممكن الناس ما تشتريش؟ والله ممكن ان انا ظهرت مثلا لعدد معين، فالعدد ده نسبة قليلة اللي ضغطت، ومن اللي ضغطوا دول نسبة قليلة اللي ضغطت على الويب سايت او الويب سايت حمل معاها، ونسبة قليلة من اللي دخلوا الويب سايت اشتروا. طيب كل ما النسب دي بتقل فبالتالي انا هحتاج اصرف اعلانات كتير قوي عشان يجي لي بيع. طيب لو النسب دي كويسة هبقى بصرف مثلا 1000 جنيه كمثال، بيجي لي مثلا 5 اوردرات لما بصرف 1000 جنيه. لو جيت في يوم بقى صرفت 1000 جنيه وبدل ما يجي لي 5 جالي اوردرين، هقدر اعرف فين المشكلة، سواء المشكلة دي كمثال في الويب سايت، كمثال في الاعلان بتاعي مش كويس، كمثال المحتوى اللي جوه الويب سايت نفسه مش تحميل الويب سايت يعني، وهكذا. طيب الكلام اللي انا قلته ده حالا انت المفروض تكون فهمت منه ايه او ادركت منه ايه. والله انت تكون فهمت بس الصوره الكامله اللي هنتكلم فيها، انت كده ما فهمتش حاجه تكنيكال او فنيه. تمام. خلونا هنرجع تاني نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. اننا نقدر شير. كده الشير ان شاء الله شغاله معاك يعني. برضه اشوف حاجه. طيب اصلا خلاص اتكلمنا عن السيلز فانل هي ايه، وانا محتاجه تبقى افهمها ليه وتبقى كويسه. طيب بص احنا دلوقتي لما حكينا الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده كنا بنقول كلمه كل شويه كده، العميل راح فين، والعميل الخطوه اللي خدها بعد كده، والعميل ضغط على الاعلان ولا ما ضغطش. طيب حلو. طب هو خلينا نقول ان كل العملاء او نسبه كبيره من العملاء دخلت معايا الاعلان، ماذا بعد بقى؟ يعني ايه اللي بعد كده؟ طيب العميل لما بيدخل الويب سايت عندك بعد ما بيضغط على الاعلان، احنا قلنا كلامنا كله على كامبينز الكونفرجن يعني، او على اي حاجه بتعمل ترافيك على الويب سايت. طيب العميل لما بيدخل بياخد رحله جوه الويب سايت. يعني ايه رحله؟ يعني ممكن يشتري، ممكن ما يشتريش، ممكن يقعد يقلب، ممكن الويب سايت ما يحملش معاه، ما يلاقيش الحاجه اللي هو عايزها، هو داخل مثلا عايز يجيب تي شيرت معين ما لقاش بتبيع التي شيرت ده، وهكذا. طيب الصوره اللي قدامنا هنا بتبين صفحات الويب سايت دي، مثلا صوره هوم بيج مش عارف ايه وكده، دي كوليكشن بيج. بس خلينا ناخد بقى امثله حقيقيه تشرح لنا الناس بتعمل ايه جوه الويب سايت. خليني هنا كمثال احنا هنتكلم عن تاون تيم. انتوا حالا ظاهر لكم الشاشه دي، يعني الجزء ده هو ده جزء الاعلان، او ده قصدي جزء الويب سايت يعني لما بيفتح، بس انا فاتحه من اللابتوب عشان اقدر اشرح لكم احسن يعني. طيب انا دلوقتي كتبت في جوجل تاون تيم، طلع لي اعلان تاون تيم.
او كمثال تاني انا بقلب على تيك توك وطلع لي فيديو شبه ده مثلا، حد بينط ولابس تيشرتات او هدوم كويسه وشكله كويس فعجبني الاعلان، فضغطت على الاعلان ايا كان، او على الفيسبوك وبقلب وضغطت على الاوبشن. طيب دخلت هنا فين؟ والله انا دخلت هنا على الهوم بيج اللي هي الصفحه الرئيسيه في الموقع. طيب جميل، انا كشخص بشتري، انا دلوقتي انا مش مهران، مش بتاع الادز، انا عميل عادي وعجبه تي شيرت ودخل الويب سايت، وليكن مثلا هنتخيل سوا ان اللي عجبني في التي شيرت هو التي شيرت ده شفته في الاعلان ودخلت. طيب انا هقعد اقلب هنا، انا والله ما لقيتش المنتجات، انا لقيت هنا ايه، بنرات وصور وكده. طيب انا عجبني التي شيرت ده، اضغط عليه مثلا، فجميل جدا لما ضغطت عليه وداني على ايه بقى، وداني على حاجه اسمها كوليكشن بيج. وكوليكشن بيج اسمها ايه، موديلات الصيف. الصفحه اللي بيكون فيها عدد منتجات بنسميها ايه، كوليكشن بيج. طيب جميل جدا. طيب جوه الكوليكشن بيج دي ايه، احنا قلنا في شكل تي شيرت احنا بندور عليه، يعني اتمنى ان احنا نلاقيه فعلا سوا. بس والله انا قعدت اقلب، هو كان شبه ده شويه بس لا مش هو ده. خلينا ندور، والله ماشي ماشي. طيب انا مش لاقي اللي انا عايزه، بس انا مثلا عجبني شكل التيشيرت ده او شكل القميص ده اللي هو عليه ورد او حاجه خضراء. طيب عملت ايه، انا كمستخدم عادي ضغطت عليه. طيب لما ضغطت عليه طلع لي والله المنتج، صفحه المنتج. صفحه المنتج دي فيها صور بعيده وقريبه، وانا قاعد بقلب براحتي. والله هنا شكله من ورا عليه مش عارف ده ايه، بطيخ ولا منجد يعني، المهم يعني كمثرى تقريبا. ماشي يعني، المهم انا قعدت اقلب خلاص وشفت، وهنا ايه ده في ممكن اشوف الصورة كاملة، والله تمام. ده على الموبايل ان شاء الله هتلاقوه كويس يعني. طيب لقيت هنا ايه، لقيت هنا والله اسم التيشيرت، هو ده اسم التيشيرت بس بالكود، يعني بيقول لك ان هو البراند تاون تيم، وهو نص كم واوفر سايز، وسعره قبل الخصم وبعد الخصم، والالوان اللي متاحه والمقاسات. وليكن مثلا انا اخترت مقاس معين، وبعدين الكميه منتج واحد، وبعدين بيقول لي الاجمالي بعد الخصم كام. وده زي بانر كده او حاجه لافته، يعني ان هو يقول لي لو انت كملت المنتجات لحد 1399 هتاخد شحن مجاني. طيب هنا قال لي حاجه اسمها سايز جايد نبقى نتكلم عنها بعدين ان شاء الله. المهم يعني وصلت في الاخر ان انا عايز ايه، اشتري الان او اضغط لعربة التسوق، والله نضيف لعربة التسوق. فقام هنا عامل ايه، عربة التسوق اللي هي الكارت، او اللي انا عملته حالا هنسميه ايه، الاد تو كارت. طيب هيقول لي ايه، والله انت دلوقتي ضفت المنتج ده فممكن تكمل علشان تاخد شحن مجاني، بس يا عم انا مش محتاجه او مش عاجبني الاوفر يعني. انا عايز التيشيرت ده او القميص ده بس، فهعمل فيو كارت. طيب بعد ما عملت فيو كارت كده وداني ايه، كده وداني للتشيك اوت. المرحله دي بنسميها تشيك اوت. عارف انت لما تبقى في مطعم وخلاص عايز تمشي فبتقول له هات الشيك، يعني ده مثال عشان ما تنساش يعني. فده ايه التشيك اوت، عشان تخلص وتطلع من الويب سايت يعني، او من المطعم لو انت تخلص. طيب قال لي هنا ايه بقى، قال لي هنا والله ده المنتج بتاعك وده السعر، وعايز تضيف كود خصم. طيب ما فيش كود خصم، في اجمالي. وبعدين قال لي استمر في التسوق. هيكمل معايا ياخد انا هنا دخلت استخدم التسوق، لا خلينا ايه، نرجع تاني. هو ليه انا بطلتها مش، نرجع تاني اقول له لا خلينا نروح للتشيك اوت. لا هنا بقى التشيك اوت، هو اللي فات ما كانش حاسبها التشيك اوت، كان حاسبها عادي فيو كارت. طيب هنا والله التشيك اوت لو انت عايز الايميل بتاعك، لا انا مش عايز اضيف الايميل بتاعي، هياخد مني المنطقة واسمي وعنواني والمدينة والمحافظة، هو عارف ان انا في الغربية من اللوكيشن. بعدين قال لي والله طريقة الشحن، هنا الشحن مسميه بحري، دي تقريبا باسم المنطقة يعني. وقال لي الشحن والله 69 جنيه. وبعدين بقى بيقول لي ادفع بالفيزا ولا كاش اون ديليفري ولا فاليو بتاع التقسيط، والتقسيط حرام عشان تبقى عارفين، او شروطه في مصر حرام. فبس دي كل طرق الدفع. انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، انا مش عامل اوردر عشان ما اشتغلش الناس يعني، بس انا المفروض والله بختار انا عايز الاوردر يجي لي ازاي، وبعدين اعمل ايه كومبليت اوردر. لما اعمل كومبليت اوردر يبقى انا كده ايه، اشتريت. جميل.
كل اللي انا كنت بقوله ده كده رحله العميل جوه الويب سايت. طيب ايه تاني؟ انا كده خدت عميل عايز يشتري هدوم، واتحركت جوه الويب سايت تقريبا زي تحرك العميل عادي. العملاء طباعهم مختلفه يعني، واعتبرت ان الاعلان مدخلني على الهوم بيج هنا على طول. طيب الكلام ده حلو جدا وجميل، بس انا يعني ايه بقى؟ انت شغلتك بقى كميديا باير او حد مسؤول عن البرفورمانس ان انت تتابع بطريقه ما هنتكلم عنها دلوقتي الناس بتوصل فين. طيب يعني ايه يا عم مهران؟ يعني تخيلوا معايا كده ان انا كنت دخلت علشان عايز التيشيرت ده وضغطت هنا، وبعدين قعدت اقلب وما لقيتش التيشيرت، وانا مش داخل عشان بشرح كورس، لا انا داخل فعلا عايز تشتري التيشيرت ده. طيب اللي هيحصل ايه؟ ان انا بكل بساطه هقوم قافل الويب سايت واكمل سكرول على التيك توك او على فيسبوك زي ما انا بستخدم عادي، او لو انا كنت داخل من جوجل ورايح فعلا اشتري التيشيرت ده من تاون تيم عشان عاجبني وما لقيتوش، هبقى زعلان جدا وهقفل تاون تيم ومش هشتري التيشيرت. طيب انا كميديا باير بقى شغال مهران الميديا باير، المفروض كان يعمل ايه؟ المفروض يخلي باله ان المنتج ده موجود. طيب هيكتشف ازاي ان مهران التاني، احنا دلوقتي في 2 مهران عشان تبقوا فاهمين يعني، خلينا نقول العميل اسمه محمد اللي بيشتري يعني. طب انا كميديا باير المفروض اعمل ايه؟ المفروض اكتشف ان العميل دخل وما لقاش المنتج بتاعه وما عملش اد تو كارت. المنتج ده بالتحديد يعني في حاجه ادفانسد قوي بنبقى عارفين منتجات معينه هي ما بتعملهاش اد تو كارت، بس حالا خلينا في كيس ان عميل دخل وقلب وما لقاش منتج عاجبه فما عملش اد تو كارت. احنا ما نعرفش بقى هو ما لقاش ولا لا، بس هو بالنسبه لي ظهر عندي في الداشبورد او في الاعلانات ان هو ما عملش اد تو كارت، فدي رقم انا المفروض اخد بالي منه. طيب ازاي؟ عشان نتخيل، احنا هنشرح بالتفصيل قدام، بس ببساطه جدا انت المفروض من عدد مثلا من 1000، من كل 1000 واحد بيدخلوا في مثلا 100 بيدخلوا كمتوسط يعني بيدخلوا على الهوم بيج. المفروض من ال 100 اللي يدخلوا على الهوم بيج كمثال يجي لك والله 30 اد تو كارت. طيب لما ما بيجيلكش اد تو كارت او نسبه اقل من دي، فانت في الغالب عندك مشكله بتخلي الناس ما يعملوش اد تو كارت. ايه بقى المشكله؟ ده شغل بقى يعني، ده حوار بنقعد نقعد كلنا كده ونشتغل وندور على السبب وبنحط احتمالات وبنبدا نموت كل الاحتمالات عشان الناس تشتري. جميل، هنتكلم في الحاجات دي ان شاء الله سواء السيشن دي او السيشنز الجايه بس بالتفصيل باذن الله. بس انا قلنا ايه باختصار؟ ان دلوقتي العميل عنده مشكله. ممكن الجزء ده تاني حاضر؟ طب من اول ايه بالظبط؟ انا عادي هعيد الجزء ده تاني من اول ما قلنا في 2، واحد بيشتري وواحد ميديا باير، تمام؟ طيب تمام ماشي، خلينا نقول تاني. انا دلوقتي في حد بيشتري من عندي. طيب الناس اللي بيشتروا دول بيعملوا ايه؟ الناس اللي بيشتروا دول بيجوا يضغطوا هنا على البانر ده، بيفتح لهم الكوليكشن بيج، يدوروا في التيشيرتات، يقعدوا يدوروا، بعدين في الاخر مش بيلاقوا حاجه عاجباهم. انا ما اعرفش هم بيدوروا على ايه، بس هم ما بيلاقوش حاجه عاجباهم، فبالتالي ما بيضغطوش على الاد تو كارت. طيب انا وانا شغال وراجل فاهم سيلز فانل كويس وبقرا الارقام بتاعتي من الداشبورد بتاع ميتا مثلا كمثال، لقيت ان الناس ما بتعملش اد تو كارت. طيب اعرف ازاي الناس ما بتعملش اد تو كارت؟ الاقي مثلا انا والله مدخل 100 واحد النهارده على الويب سايت، جالي مثلا 5 اد تو كارت بس، يبقى كده في مشكله ان الناس مش عاجبها المنتجات او مش عارفه تعمل لها اد تو كارت، او مش عاجبها الصور، او مش عاجبها حاجات كتير، او الاسعار غاليه جدا اوفر، ايا كان. في سيناريوهات كتير يعني. طيب انا المفروض اعمل ايه بقى؟ انا المفروض كميديا باير شغال اركز ان انا امسك المشكله دي، احط لها احتمالات واموتها. بس احنا حالا ما بنتكلمش على حل المشكله بتاع الاد تو كارت، احنا بنتكلم حالا ازاي وانا بقرا السيلز فونل هكتشف اصلا ان في مشكله. مشاكل الاد تو كارت والله ممكن نعمل لها سيشن لوحدها، ممكن حتى نجيب ناس معانا بقى في السيشن دي. نفس الكلام مشاكل التشيك اوت ومشاكل او مشاكل السيلز فونل عامه، ممكن نستفيد فيها بعد كده ان احنا نجيب ناس يدوا يشرحوها معانا في السيشن يعني. في اكتر من حد ان شاء الله ممكن يبقى معانا بعد كده. تمام، ده كده باختصار جدا حاجه انا هكتشفها من السيلز فانل اللي كنت برسمها دلوقتي على الوايت بورد. جميل. طيب خلصنا تاون تيم، اتكلمنا عليهم شويه. الناس الويب سايت بتاعهم ما شاء الله جميل. تاون تيم مش بروجكت معايا ولا اي حاجه،
انا حاولت اجيبه كبراند معروف مش اكتر يعني. طيب احنا اتكلمنا عن تاون تيم كمثال في مصر، تعالوا نتكلم عن براند تاني، منصورة. هو براند في السعودية بيقدم مفارش وبطاطين وحاجات دي ومراتب وهكذا يعني. برضو البراند مش معايا، كان معايا براند زيه في فترة، بس ده براند تاني خالص وبراند برضو مش معايا. طيب خلونا نعمل ايه؟ برضو هنفكر سوا احنا عملنا ايه. طب انا وصلت لهنا ازاي؟ انا والله كتبت اسمه في جوجل، فتحت اول لينك فتح معايا الهوم بيج. جميل. ده انا كمهران بجهزه عشان كده. طب خلينا بقى نقول عميل بيشتري، داخل يشتري، وليكن هيشتري مثلا منتج، خليني ايه، هم عندهم مفارش صيفي. تمام جدا. هم دلوقتي هنشتري مفرش صيفي، مفرش من بتاع السرير، مفارش سرير عادي. الحاجات دي هناك بتتشري اونلاين بحجم كويس، وان كان برضو الاوفلاين فيها كويس يعني. طيب في السعوديه كان اقصد يعني. طيب العميل يدخل يعمل ايه؟ والله العميل دخل والله شاف كده هنا والله في بنرات بتتحرك، مفارش، حلو. بس انا اعتبر ان هو ما شافش البنر ده اول حاجه يعني، وشاف والله رحلات صيف حر ويخفف من المنتجات البارده، ده نوع مفارش عندهم مش عارف ايه. بعدين دخل هنا لقى باكج النوم، باكج فوق السحاب تحت السحاب، كل الكلام الجميل ده. لقى كرسي استرخاء مش عارف ايه، لا انا عايز مفارش، انا تايه. هروح من هنا، من هنا دي اللي انا بفتح القوائم بقى بتاع الويب سايت، والله انا عايز مفارش. طيب يقول لك ايه؟ باكجات، مراتب، مفارش سرير، ايوه. في مفارش فندقيه، مفارش صيفيه، مفارش، في حاجات كتير. طب انا كمهران انا داخل اشتري مفارش صيفيه، داخل ادور، اشوف اشكالها حلوه وانقي منها. عشان عملت مفرش صيفيه بيصعب الموضوع عليا، بيقول لي مزدوج ولا مفرد. على ما اتذكر مزدوج ومفرد ده حجم السرير يعني، او المفرش نفسه مزدوج ولا مفرد. بس خلينا نقول ان احنا خلينا في المزدوج. طيب جميل جدا. قال لي ايه بقى؟ فتح لي هنا كوليكشن بيج. ركز بقى، احنا قلنا ايه؟ لو اننا فتحنا على الهوم بيج او الصفحه الرئيسيه دي الهوم بيج، في هنا بقى حاجه اسمها كوليكشن بيج. طيب كوليكشن بيج دي اسمها ايه؟ مزدوج. هي دي كوليكشن بيج او سب كوليكشن بيج من مفارش صيفيه. يعني انا لو ضغطت هنا هجيب لي ايه؟ مفارش صيفيه، وهيحمل لي دلوقتي ايه؟ المفارش الصيفيه. بس خلينا نرجع للمزدوج بتاعنا. طيب انت ممكن، عشان انا عامل من اللابتوب السكرين مش واضحه قوي كحجم يعني، لكن انت من الموبايل هتبقى بتتحكم بسهوله عادي وشايف افضل من كده. طيب والله هو انا قال لك ايه؟ طبعا مفرش سرير صيفي مزدوج، نفس الاسم، ففي الغالب هبص على الالوان. ده لون بني تقريبا يعني، ده ازرق، ده اصفر، ايا كان. احنا كرجاله الواننا بسيطه، بس يعني انا بشوف الالوان اللي عجباني. والله اللون ده كويس بالنسبه لي، اعمل اضافه للسله. عملت اضافه للسله، طلع فوق انضاف للسله هنا. طيب والله بقلب كمان، وماشي اللون ده والله بالنسبه لي كويس برضو، ايه؟ عملت اضافه للسله. فدي الرحله اللي العميل بياخدها عشان يشتري. طيب حالا وانا بعمل اد تو كارت، واحد صاحبي رن عليا، ايه اللي هيحصل؟ هسيب الويب سايت وارد يعني، اكيد لو مش بشتري دواء يعني، بقى في الاخر عشان قاعد بقلب في الموبايل. فواحد صاحبي رن عليا، فممكن ارد على صاحبي ده، ممكن وانا بكلمه يقول لي ابعت لي حاجه على الواتساب، فاقفل الويب سايت وابعتها له على الواتساب، ايا كان. فممكن عميل يسيب البيع في النص مع انه كان هيشتري، لمجرد ان حاجه جت شتتته، فنسى اصلا ان هو كان بيشتري، او ان هو كان بيطلب الاوردر دلوقتي، او شافها وهيجي بعدين. ودي بنموتها بان احنا نعمل حملات اعاده استهداف ونبعت حملات واتساب وايميل ماركتنج وكلام كبير جدا ممكن نتكلم فيه برضه ان شاء الله، بس قدام يعني ما تشتتش نفسنا. طيب ايه هنا اللي حصل؟ انا دخلت وعملت شويه كليكات وعملت اد تو كارت. طب انا لو سبت الويب سايت حالا وقفلت، فانا بالنسبه للكامبين انا عملت ايه؟ انا عملت اد تو كارت بس. فعارف انت الناس اللي هو بتيجي مثلا ده مدخل 100 واحد على الويب سايت، في 30 اد تو كارت، 30 اد تو كارت دول في منهم مثلا اثنين بس تشيك اوت. طب ال 28 تانيين حصل معاهم كده ان هم عملوا اد تو كارت ووقفوا لنا وما كملوش. تمام. ده بالنسبه للجزئيه دي.
طيب والله رحنا بقى للسله، نفس الكلام، كملنا تشيك اوت وي 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 كده، ايه انا بكمل الفانل بتاعتي. طيب كلام جميل جدا. انا كل ده بتكلم عن رحله ايه عشان نرجع نبقى صحيين يعني، عن رحله العميل. طيب انا هشوف ده فين؟ هشوفه على الابز بتاع الداشبورد. ازاي؟ هنشرحه دلوقتي بسكرينات ونتكلم فيه. ايه تاني؟ خلونا بقى، انتوا لو عندكم اسئله حالا خلونا نتكلم فيها. انا مش عايز اضمن ان محدش تايه مني، فلو حد حابب يفتح المايك او يرفع ايده يعمل رايز هاند او يكتب في الشات. ممكن تكون الصفحه نفسها مش مشجعه ان العميل يشتري. بالظبط، ممكن الصفحه ما تكونش مشجعه، بس ما تكونش مشجعه دي فيها تفاصيل كتير قوي. ولازم تبقى عارف انهي صفحه فيهم بالظبط. يعني ممكن تبقى انت متحمس في الاد تو كارت وتوصل للتشيك اوت تحط بياناتك وبعدين ما تشتريش. ليه؟ لقيت ان في مثلا فلوس مكلفه للشحن كمثال. في سؤال فوتناه ان هو بتاع 2 اد اكونت، ده قلنا نتكلم عليه ممكن في اخر السيشن يعني. ماشي احمد اشرف. ماشي يا احمد اتفضل. هو انا كنت عايز اسال ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في السيلز بيج بحيث ان احنا نزود الكونفرجن ريت. طيب انت تقصد هنا بالسيلز بيج البرودكت بيج ولا لو بتعمل لاندنج بيج منفصله؟ لا، لو في برودكت مثلا ايه الديسكريبشن اللي اقدر اعمله او ايه الاضافات اللي انا اعملها بحيث ان ده يعلي تراست اكتر ويخلي التشيك اوت اعلى او نسبه الكونفرجن اعلى. طيب بص، احنا الموضوع ده ممكن نتكلم فيه بتفاصيل برضو كتير. لو عايز يعني اقول لك كفايته، بس خليني اقول لك باختصار. انت محتاج تخلي وصف المنتج واضح، سعره مناسب للسوق وسعره واضح للناس عشان الناس تعرف هي بتشتري ايه وهتدفع كام، وتحط للناس ضمانات. ده كلام انا بقول لك، ده كلام سطحي. ده كلام انا مو هو عمل 10 سنه وكلام من مين. طب خلينا نكمل ولما يجي يبقى يراجع ده. هو طلعت ولا غلط؟ طيب بص يا عم، كنت بقول لك يعني ان انت تحط اسم المنتج واضح، وصف المنتج واضح، تحط سعر المنتج واضح، تبين فعلا المنتج يفرق للناس ازاي، تحط سعره واضح كل حاجه، وتبين للناس ليه يثقوا في المنتج ده او يثقوا فيك ان هم يشتروا المنتج ده تحديدا. دي كلها كلام، بس الكلام ده انا بقول لك اهو كمهران، الكلام ده سطحي، الكلام ده ممكن نقوله في ايفنت. طيب في الحقيقه بنعمل ايه؟ يعني انا كمهران لما بيجي لي بزنس جديد بعمل ايه عشان اقدر اخلي الناس تشتري؟ بروح اشوف اكبر منافسين في السوق واحاول. ده لو جاي لي بزنس صغير يعني، ما شاء الله دلوقتي بقى بيجي لي بزنسات الحمد لله كبيره يعني. طيب لو بزنس صغير بتاخده وبتتلزق في الناس الكبيره. ده اسف على التشبيه يعني، بس كمثال بتعمل ايه؟ والله انت بتبيع عسل في السعوديه والعميل بتاعتك العميل لسه مستورد اصلا العسل امبارح. طيب هتعمل ايه عشان الاول كلامنا يبقى واضح؟ تتاكد ان العميل بيقدم منتج كويس عشان مش حرام عليك عامه يعني. طيب والله بيقدم منتج كواليتي كويسه بس لسه مش عارف يدخل السوق، فهتروح مثلا تقول له ايه؟ المنافسين عاملين ضمان ذهبي، اعمل لي ضمان ذهبي. الضمان الذهبي ده لو انت مش شغال في السعوديه، بس هو يعني ايه؟ ان لو العسل ما عجبش حد ممكن يرجعه، حاجه زي كده يعني. بشرحها لكم بعدين، بس باختصار ان والله هو عامل ضمان معين، مثلا عامل ضمان في مصر ضمان استبدال واسترجاع. ده بيدي للناس ثقه، خصوصا لو انت براند مش اي اعلان طالع لهم. فانت الحاجات اللي زي دي لازم تعملها. طيب ايه تاني؟ وصف المنتج مثلا. احنا دلوقتي والله دخلنا مثال تاون تيم، انا ما شفتش وصف المنتجات عامل ازاي، بس انا كمثال عايز اعمل براند قريب او بيقلد تاون تيم في الاونلاين مثلا. فهعمل ايه؟ والله اروح اشوف تاون تيم بيعمل ايه. تاون تيم بيوصف المنتجات بطريقه معينه، فهحاول اوصف زيه. طيب عامل حاجه اسمها سايز شارت، اللي هو المقاسات، اللي هو مثلا والله اكس لارج ده عرض كذا وطول كذا في التيشيرت مثلا، فدي مهمه في الفاشن هكذا. ده باختصار جدا ايه اللي يرفع لك الكونفرجن ريت جوه الويب سايت او جوه البرودكت بيج. عايز تفاصيل اكتر؟ احنا ان شاء الله يا رب يعني ربنا يدينا براح في الوقت والعلم، بس ممكن نعمل سيشن كامله عن ازاي نرفع كونفرجن ريت. بس ممكن نعمل سيشن كامله عن ازاي ترفع والله الاد تو كارت بس عادي. احنا ان شاء الله مستمرين في السيشنز دي، حتى لو عملنا حاجه جانبيه تانية بعيد او كده، بس ان شاء الله السيشنز دي تكون مكمله على طول. اتمنى اكون جاوبت سؤال. خلينا نسمع سؤال حسام. هو اللاندنج بيج دي المفروض تبقى انهي صفحه في الويب سايت نفسه؟ يعني مثلا صفحه المنتج ولا صفحه الكوليكشن ولا صفحه ايه بالظبط؟ طيب بص، خلينا اشرح لك الفرق بين
يعني معنى كلمه لاندنج بيج من كذا نظره. طيب لاندنج بيج عامه ترجمه الحرفيه لها صفحه هبوط. طيب يعني ايه الكلام ده؟ عامة انت لما بتودي العميل على فين او بترمي الترافيك بتاعك فين، العميل لما بيضغط على شوب ناو بيدخل فين في الويب سايت. ففي الحقيقة العميل ممكن يهبط في الهوم بيج، ممكن يهبط في كوليكشن بيج، ممكن يهبط في برودكت بيج، في عدد كبير جدا من الاحتمالات حسب البيج، حسب الويب سايت وحسب الدنيا دي. طيب احنا المصطلح الدارج اللي احنا بنقوله في كلمة لاندنج بيج دايما بنتكلم ان احنا عاملين صفحه منفصله فيها وصف قوي، فيها فيها برودكت ديسكريبشن قوي، فيها صور للمنتج واضحه، فيها اراء عملاء، فيها فيدباك، فيها اكتر من زرار اشتري الان او اضف للسله او ايا كان. فده المصطلح اللي احنا بنقول عليه بصوره دارجه اللاندنج بيج. لكن عامه انت ممكن تودي العميل على الهوم بيج، يعني دي طبيعه متاجر. يعني في اصلا متاجر لو وديت العميل على البرودكت بيج بس هيتضايق، يعني هيقول لك انت ليه بتخليني اشتري ده بس؟ يعني تخيل كده حد مثلا بيدور على تاون تيم، فتاون تيم خلاه لما يدور عليه يدخل على التيشيرت اللي كان عاجبني ده مثلا، بس مش هيوديه على تاون تيم كله. فانت كعميل لا يا عم مش ده التيشيرت اللي انا عايزه، هو ايه ده؟ وهيقوم طالع من الموقع. في بقى حاجات تانية لا لازم تدخله على حاجه واحده، زي معظم الاودينس اللي على تيك توك مثلا. من تجاربي، يعني تجاربي مع تيك توك دايما لا ودي العميل على منتج واحد او اوفر معين، او ما تودوش في ويب سايت فيتوه جوه، هو تايه خلقه فهيمشي. ده باختصار يعني. اتمنى اكون جاوبتك على سؤالك يا حسين. طب خلينا معلش بس سؤال تاني معلش. هو لو مثلا انا عندي المنتج ده انا عامل له صفحه في الويب سايت نفسه، ينفع بقى اعمل له لاندنج بيج بعيد عن الموقع؟ يعني مثلا بقى نفس المنتج ليه لاندنج بيج لوحده، بس هو كمنتج مضاف عندي في الويب سايت لوحده تاني عادي. بص، هو على حسب برضو. يعني انا مش فاهم سؤالك حالا، تقصد القدره التكنيكال انك تعمله ولا الصح والغلط؟ يعني هو الصح والغلط، مفيش حاجه صح وفي حاجه غلط عشان انا بتكلم من ناحيه الصح والغلط، يعني مثلا لا لو انا عادي، عندي مش قاعده خالص. يعني انا مثلا في مشاريع معايا بتقدم سيرفيس اصلا. انا باجي مثلا اشتغل اعمل على سب دومين او على نفس اللينك لاند، بس لاند دي لما تدخلها مفيش زرار يوديك للويب سايت الاساسي. الاوبشن الوحيد انك تعرف تروح منها للويب سايت الاساسي انك تروح تيديت في اليو ار ال. دي طريقه مثلا انا بعملها. طيب في ناس تانية قال لك لا يا باشا، انت عندك الويب سايت، بيع على الويب سايت برفيومز براحتك وروح اعمل لاندنج بيدج منفصل. وفي مثلا براندات برفيومز في مصر بتعمل كده، عدت عليها كذا مره. وفي براندات بتعمل الموضوع ده كنظام التيست. يعني مثلا شفت براند عسل هو بيبيع على الويب سايت، طب جه يعمل تيست المنتج، عمل لاندنج بيدج بره على ايزي اوردر وتست عليها المنتج. ما اعرفش بعد التيست دخلوه الويب سايت ولا لا، بس ده كمثال. هو كان بيعمل كده خايف يضرب البيكسل مثلا، الله اعلم يعني. بس كل حاجه لها طريقتها. طيب ساعات بقى انت الويب سايت مش بيساعدك تعمل ده. يعني مثلا الموضوع ده في سله لا محتاج حد فاهم سله قوي عشان تعرف تعمل لاندنج بيدج على سله. ده اوبشن بقى موجود الفتره الاخيره يعني. فده محتاج ان انت تبقى زي ما بيقولوا فاهمان قوي. طيب تقدر تتعمل عادي، ممكن تعملها على الدومين بس يكون الويب سايت حاجه ثانيه. لا يعني التكنيكال فيه لعب كتير، بس هي كاوبشن موجود تقدر تعملها عادي. خلينا عشان ما نطولش في الاسئله نسمع سؤال عبد الله. اتفضل يا عبد الله. يعطيك ألف عافية. صراحة بس هو في عندي تعقيب على جزئية إنه تحسين في مرحلة تحسين عملية الشراء للعميل. أنا حاليا شغال على في المجال السعودي وفي المناطق زي تعتمد على سلة وزد. فالثيمات تقريبا كلها استراكشر واحد ماشي فيه في تجربة المستخدم. صفحة المنتج، بعدين إضافة للسلة، بعدين دخول على السلة، من السلة تسجيل الدخول لما يدخل على مرحلة اللينك تشيك أوت، بعدين إضافة الموقع وطريقة الدفع وإنهاء عملية الشراء. فصراحة يعني أنا بشوف بوستات بشكل ضخم على اللينكدين بخصوص إنه لازم نحسن من تجربة المستخدم ونعمل على سلاسة إضافة للسلة وعملية الشراء. فلما نيجي نحكي على سلة بالتحديد، كيف ممكن أحسن هذه النقطة فتساعدني في زيادة الكونفرجن ريت أو في عملية الشراء يعني بشكل عام؟
طيب عظيم جدا. بص احنا في الكيسز اللي زي دي، احنا عارف اللي هو ايه، احنا بنثبت حاجات احنا مش هنبقى قادرين نغيرها. طيب يعني ايه؟ يعني انا والله السيم بتاع الموقع، اديك مثال اصعب كمان، لا ده انت العميل عاجبه السيم ده، اشتراه من زمان وقال يا جماعه احنا مش هنغير فيه خالص، عايز تعمل اي حاجه اعمل اللي انت عايزه في الويب سايت، بس مش هنغير حتى السيم، مش هنغير بس المنصه. انا دلوقتي عندي ايه ثابت؟ عندي ان انا لازم افضل مع منصه سله مثلا، ده خلاص اجبارا عليا، وعندي ان انا هفضل محافظ على السيم ده. طيب انا ايه اللي ببدا اعمله؟ انا ببدا احاول اخلي الويب سايت سلس بمعنى واضح للعميل. ازاي؟ انا بحاول افهم اكتر العميل عايز ايه. يعني كمثال، انا عميل مثلا وليكن خلينا في السوق السعودي بيبيع عسل، فالعميل اللي بيبيع عسل وانا عامل له فيديو بيتكلم مثلا عن اوفر عسل صدر 3 عبوات و3 عبوات برقم مثلا وليكن 300 ريال، انا ما اروحش ادخله على الهوم بيج اللي فيها كل المنتجات، لا انا اروح ادخله على برودكت بيج فيها الاوفر ده. هو داخل الاوفر خلاص قدامه ان هو يعمل الاد تو كارت ويكمل البروسيس بتاعته. طيب دي النقطه الثانيه، ان انت كمان دلوقتي سله وزد يعني في كومبيتيشن بينهم في الحته ان هم بيحاولوا يعملوا لاندنج بيج، تقدر تبيلد لاندنج بيج على سله. فدي برضو نقطه انت ممكن تحاول ان انت تظبطها. وتظبيط لاندنج بيج في سله انا مش فاكر بس اسم السيم، واظن كمان ان في اخر ابديت خلوها في كل السيمز اوبشن موجود، بس ممكن احاول ابعت لي رساله بجيب لك الطريقه بالظبط من التيم عندي يعني. ده مثلا باختصار الجزئيه بتاعت اللاندنج بيج. هو تحسين بس تجربه بس على المستخدم. المقاطعة بس هتدعي المقاطعة في نقطة أساسية. الآن المشروع اللي شغال فيه مثل ما ذكرت قبل شوي مفارش. فكرة إني أحدد بلاندنج بيج منتج معين، أنا بخصص العميل يعني لون معين أو منتج معين، فهذا الإشي حيكون بالنسبة للعميل سيء جدا. هو بده يختار من الفئة هاد لون، مش حيختار منتج أنا أحدد له اللون اللي يختاره. طيب حلو، خلينا فكرة نقول لك اللاندنج بيج تجربتي في حاجه. مستحيلة. ماشي، خلينا نقول لك تجربتي في حاجه زي المفاتش. انت محتاج ان انت تخلي الويب سايت اول حاجه يبقى العميل ظاهر له الضمانات اللي عندك، انت مدي ضمانات ايه، الشحن المجاني عندك لما يشتري او يحط في السله لحد كام. الخطوتين دول بيزودوا كونفرجن ريت بمعدل كويس. طيب لما تيجي ترمي ترافيك، من تجربتي ارمي على كوليكشن بيج، بمعنى والله انت بتبيع مثلا لبات، ارميه على كاتيجوري اللبات. الكاتيجوري اللبات دي حاول تبقى صورها واضحه وتبان المنتج. هتقول لي منتج زي اللبات هو يعتبر كله شكل واحد، حاول تجرب صور من كذا فيو بحيث ان العميل يحس ان الويب سايت بتاعك مميز عن غيرك. وصف كل منتج او اسم المنتج نفسه بيبقى واضح. وحاول تظبط اسعارك في السوق. انت طالما اشتغلت في حاجه زي المفارش عارف ان الكومبيتيشن طحن هناك، فانت حاول وانت شغال تشوف الماركت ليدز بيعملوا ايه، يعني اكتر ناس مشهوره في السوق بيعملوا ايه، وحاول تقرب في الاوفرز. لو العميل مساعدك تقدر ترفع كونفرجن ريت عادي. العب في حته الباكجات، ده طبعا بيجيب مع الناس هناك. ومن تجربتي برضه كنت بعمل كوليكشن بيدج بالباكجات، يعني ده مثلا احنا لما فتحنا المنصوره ما كانش عامل كده بس، او عاملها لا كان عاملها. انا برضه كنت عامل نفس التجربه، ما كانش المنصوره اللي بتابعه قوي يعني، بس انا كنت فاكره فجبت هو اصلا يعتبر طالع قريب بالنسبه لي، ما اعرفش قديم ولا لا. بس اختصارا يعني، فانت دور على البراكتس القويه في النيتش ده، في النيتش اللي انت شغال عليه ده، مش عامه. يعني ما حدش مثلا يقول لك ايه حط مثلا صوره للمنتج وانت ماسكه في ايدك هتروح تحط، لا ده مثلا بينفع في البرفيومز بس مش هينفع معايا. فمش كل البراكتس تجربها. برضو اعمل تجارب كتير. يعني مثلا انت رامي من منصه على الكوليكشن بيج، جرب ارمي على الكوليكشن بيج تانية مختلفه، او جرب على هوم بيج بس ظبط البانرات فيها قوي، ان اول بانر مثلا يكون بالاوفر القوي بتاعك. في تجارب كتير هتلاقي تجربه منهم هي الانجح. برضه اعتمد على الكتالوج كل عامه بقى، مش في المفارش بس، اي اي ويب سايت فيه عدد منتجات كبير او الميرشنت بتاعه كبير، جربوا كامبينز الكتالوج او استخدموا الكتالوج في الكامبينز يعني. الكتالوج في ميتا قوي جدا. الفتره الاخيره في سناب بدا يثبت نفسه. تيك توك ما جربتوش الحقيقه بس سمعت فيدباك قريب ان هو لحد ما اتحسن يعني. اتمنى اكون جاوبتك لحد ما. انا برضو مش هقدر اديك اجابه اللي هو اروح اعمل كذا هتظبط، عشان تبقى فاهم قصدي. خلينا ناخد واضح واضح.
يعطيك الف عافيه. اي كلام. طيب كان في سؤال، انا كميديا باير المفروض قبل ما لونش الكامبين امشي الخطوات دي كلها بحيث اتاكد من الفانل ده قبل الكامبين؟ بصي يا امان، مش قبل الكامبين بس. اولا انت تبقي اول ما بيجي لك البروجكت دي اول خطوات اللي بتعمليها. لو انت اللي بتعملي التراكنج فانت طبيعي اصلا تعملي حاجات زي دي. لو حد تاني اللي بيعمل التراكنج فانت اصلا لما تاخدي الويب سايت او لما يجي لك العميل لاول مره المفروض تراجع التراكنج وتاكدي ان خطواته صح. مش عارف هنلحق نتكلم على التراكنج السيشن دي ولا لا، بس ممكن السيشن الجايه، واحاول اجيب لكم حد من الناس التقيله في التراكنج برضو يبقى يشرح لكم الجزئيه دي تحديدا يعني، او يعمل سيشن عنها. كنا بنتكلم بقى في ايه؟ ان هو حته تمشي الخطوات دي كلها. مش لازم تمشيها كلها بمعنى الزهق او الطريقه الممله اللي انا كنت بشرح بيها. انت محتاج تشوف العميل هيعمل ايه الحاجات اللي هتقابله. يعني هديكم مثال بسيط. في اكونت مانجر من كام يوم الويب سايت شغال وكان شغال ادز، فبعت سكرين كده بيقول لنا يا جماعه هو بانر شكله مش مظبوط، بيقول لنا هو ده ايه؟ فبنقول له مش عارفين. قال لنا دي صور موجوده في اخر الموقع. يعني لما عميل بيسكرول لتحت خالص، لو ما عملش اد تو كارت واشترى وكده، عنده بانر غريب في تحت. فبنقول له ده ايه؟ محدش من التيم عارف ده ايه. دي كانت كارثه يعني. فوقتها كان السؤال لا يا جماعه نراجع الويب سايت. قام وقتها شايل البانر وظبط وحسن شكل الويب سايت شويه. طيب لو اللي كان شغال بقى كان بيتابع النقطه دي بتركيز قوي قوي، ما طبيعي ما كانش يبقى فيه غلطه زي دي كمثال يعني. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك. في سؤال بيقول لازم نوجه من الاعلان للبرودكت بيج ولا ينفع كوليكشن بيج؟ اظن الاجابه واضحه. لا، ممكن كوليكشن بيج، ممكن هوم بيج، ممكن برودكت بيج، ممكن نعمل كوليكشن بيج احنا نعملها كاستم. سواء ان احنا نعمل كوليكشن بيج مخفيه وناخد بس اللينك بتاعها، هو اللي معاه اللينك هو اللي يعرف يدخل لها، فيها مثلا عدد 3 منتجات هم دول اللي انا عايزهم يتباعوا. ممكن ان انا ساعات دي مثلا حاجه بعملها ان انا ادخل الويب سايت اسيرش بكلمه واخد لينك الويب سايت بعد السيرش ارمي الترافيك عليه. مش عارف هعرف اوريها لكم ولا لا. بس مثلا ايه، هم هنا مش بيكتبوا الاسماء، بس مثلا خلينا هنا وليكن انا دخلت مفارش وهنعتبر ان مفيش اصلا قسم اللابات ده. انا ممكن اجي هنا اكتب كلمه لابات وهسيرش عليها. هنا مش بيسيرش بالكلمه، لا سيرش بالكلمه. تمام. بصوا بقى هنا اللينك فوق، لو انتم شايفين اللينك عندي، اللينك ايه؟ منصوره.com/search ايكوال لابات. هو هنا بقى انا جبت كل منتج فيه كلمه لابات. فممكن كمان اجيب حسب تسميه المنتجات يعني، بس اجيب مثلا اهي بالظبط، اجيب باكج، الباكج دي جزء منها اللابات، فانا ارمي الترافيك على دي. ده انت ودماغك وحسب انت معاك بادجت تفرق قد ايه وتعمل تجارب قد ايه. انا حرفيا يعني لما بيبقى معايا بادجت تجارب بعمل تجارب انا نفسي مش ببقى عارف جت في بالي ليه اصلا. يعني مثلا عملت قبل كده ان انا اجرب كرييتيفز لفساتين ملونه وارمي الناس على المنتج الونر في فاشن، كان فساتين يعني. فالتجربه هي جت في دماغي كده وسبحان الله رفعت الكونفرجن ريت. هي تجربه في الاول في الاخر الحمد لله نجحت يعني. وجربت مثلا ان انا ارمي على كوليكشن بيج الفساتين السوداء بس، ما كانتش في الويب سايت بس انا كنت عاملها، فكنت بكتب كلمه في السيرش مثلا اسود واخد اللينك اودي عليه. هي كلها تجارب عادي. جربوا براحتك. اظن كده السؤال ده ان شاء الله تمام. خلينا ناخد اخر سؤالين عشان نكمل. في سؤال عندي، سؤال بره الموضوع استاذك لو متاح ترد عليه. انا شغال لوحدي ازاي اخرج من زون دماغي كتفكير واطلع افكار كويسه، اقدر انافس بيها. طيب بصوا خلينا يعني هو مش بره الموضوع قوي، بس خلينا عامه يا جماعه لو انتوا عايزين تطلعوا فكره في ويب سايت، في كلاينت جديد، في كلاينت قديم معاكم، والله شوفوا المنافسين. الاسواق اللي احنا فيها الاسواق فيها كومبيتيشن كبيره جدا. يعني انا زي بقول لكم مثلا خلينا نقول مثلا السوق السعودي. السوق السعودي كل يوم البراندات المشهوره بتعمل افكار خزعبليه. يعني مثلا ايه اللي هقولها دي مش افكار خزعبليه، بس اديكم مثال. انا مثلا فهو بيبيع كويس جدا، واكتشف ان العميل لما بيشتري منه بيرجع يشتري تاني بعد شهر. هو عايز العميل يشتري في نص الشهر ده مره، فقام عامل ايه؟ عامل عبوات صغيره مثلا. لا ده قال لك لا، طب انا
بعمل ايه؟ انا ببيع دايما المنتج على انه 3 عبوات معاهم 3 هديه، لا انا هعمل باكج 8 عبوات مع بعض بسعر معين. دي كلها افكار وحاجات جديده انت ممكن تفكر فيها وتتحرك فيها. في حاجات كتير انت ممكن تفكر فيها. الادز نفسها، الهوك، الوعد اللي بيديهولك في الكرييتيف. احنا يمكن ان شاء الله الوقت يسعفنا ونتكلم عن الكرييتيفز دلوقتي، بس انت في وعد ممكن تديه للعميل في الكرييتيف ان هو يعني مثلا براندات العسل، عشان اشتغلت على متاجر كتير عسل الحمد لله، كان بيجي مثلا يقول لك لو انت ثبت ان العسل ده مش كويس، خد العسل وهنحول لك 1,000,000 ريال او 100,000 ريال. فده مثلا هيفتح لك دماغك. ده كده انا عميل عايز تحدي. السوق السعودي على فكره بيحب التحديات. ده كمثال. في مصر مثلا لا، في ناس بتطلع افكار برضه كويسه. انا ما بشتغلش في مصر كتير، بس مثلا باجي اشوف، لا بلاقي مثلا ناس بتغير في الباكينج علشان يروح لسيجمنتيشن معين. يعني شفت براند مثلا قهوه، براندات الفتره الاخيره اخر مثلا 3 4 سنين كلهم بيشتغلوا اكياس. جه قال لك احنا هنشتغل في برطمانات، بس برطمانات بلاستيك. فانا قبل كده ما اشتريتش قهوه في برطمان بلاستيك، بس حسيت ان الفكره كويسه. يعني لو عندي برطمان بلاستيك بقفله وبفتحه كويس. انا قبل كده كنت بستخدم برطمان ميتال، بس مش الغطا بتاعه مش بيتلق، مش بيتقفل، مش بيتلف يعني، لا بيتفتح مره واحده وبيتغطى بغطا كبس كده زي برطمان الصلصه. ويعني شاهد من الموضوع، فيه افكار كتير تقدر تغيرها من الكومبيتيشن. طيب في يومك لو انت معاك مثلا 3 براندات، حط يوم الجمعه مثلا ساعه الصبح، اقعد شوف المنافسين بيعملوا ايه، شوف من الادز لايبراري، شوف الكونتنت على الانستجرام عندهم، على تيك توك، على سناب. افرك في الحته دي، وكل فكره تقابلك اكتبها. يعني انا كنت عامل قبل كده بس زمان قوي سيشن ازاي تطلع افكار وحاطط نقاط، فممكن ابقى اصيغها تاني كاي كوميرس واشرحها لكم والله يعني اي حاجه. ده كان السؤال بتاع استاذ منى. في سؤال من اشرف: ازاي نقفل ديل مع العميل بعد اذنك؟ انا لسه عايزين ناخد منه بريف وكده، هو براند لسه جديد او براند قائم بالفعل عن طريق اتفاق بيكون ازاي. طيب بص، يعني دي بره قوي او شويتين، فخلينا نبقى نتكلم يعني احنا كده انت لو في جروب الواتساب فاحنا بنقول افكار سوا، فممكن نبقى نتكلم في توبيك السيشن الجايه او اللي بعدها وكده ان شاء الله، لان السيشن الجايه شكلها تبقى بارت 2 للسيشن دي. طيب ده كان السؤال. لو ينفع سيشن اشرح فيها من اول ما العميل يجي، حاضر. وهنخلص السيلز فانل، وان شاء الله هي تكون دي تفكر ازاي اول ما يجي لك عميل تحلله ازاي، تشوف ايه المشاكل اللي عنده، وبالمره يعني واحنا بقى بنعمل ده نطبق على السيلز فانل، فده يبقى كويس معانا. طيب الداشبورد كاستراتيجي برضو لو مش متاح معايا، تكون حد ليد اطور ازاي؟ هو انا كنت بعمل ايه زمان؟ انا كنت بقعد اقرا، بس انا يعني الحمد لله كان ربنا رزقني بمدير ليا كنت بروح اساله. معظم الشركات لو انت شغال في ايجنسي المفروض بيبقى فيه ليفلز، يعني مثلا ايه، انت جونيور، في ميد ليفل معاك في التيم، في سينيور معاكو، او في تيم ليدر، يعني كان سينيور وبقى تيم ليدر برضو معاكو، في بيرفورمانس مانجر وهكذا حسب ستراكشر كل شركه، في ماركتنج مانجر على طول دايركت ساعات، وهكذا. فكادز الافضل تجربتي، يعني الحمد لله اللي فرق معايا ان انا كان ليا منتور. المنتور ده سواء شخص ثابت او متغير، يعني منتور والله مثلا ناس اصحابي سينيورز انا بروح اسالهم لما بعوز حاجه، وفعلا الفضل بعد ربنا ليهم يعني في الحته التكنيكال، او ان معايا مدير. هو المدير ده مش هنقول ملزم يعني، بس بساله كتير وبزن عليه عادي، لان نجاحي او نجاح شغلي جزء من نجاحه. فدي برضو نقطة كويسة. أحاول يبقى في منتور. في أصلا مش عارف مين على اي كان كوتش يو، بس ممكن تشوفوا منتورز هناك. أنا والله مش مسجل حتى هناك يعني، بس دول منتورز ممكن تلاقي حد في الميديا باينج، بس دوروا على حد بيتكلم ميديا باينج أو كيسز وكده صح، مش حد بيشو. لأن والله وطبعا أكيد كل حاجة يعني قاعدة ليها شواذ، بس أنا بشوف ناس كتير بتتكلم على السوشيال ميديا في ريلز وفيديوز وكونتنت. انا نفسي قبل ما اعرفهم كنت منبهر قوي ان هو بسم الله ما شاء الله ده فاهم جدا. بعد ما اشتغلت معاه يعني بحمد ربنا ان هو خلاني اشتغل معاه عشان اخد ثواب ان انا ما اشتغلش معاه تاني. مش عارف اشتغل كويس، لا مش فاهم، هو مش فاهم الشغل اصلا، مش فاهم البروسيس.
يعني بالنسبه له سيشن مثلا زي انت المفروض تمشي يومك ازاي، دي حاجه صعبه، مع انه نظريا بيقدم نفسه ان هو مسؤول استشارات، حاجه زي كده. حد قوي يعني، حد بوزيشن قوي. فعشان بس الموضوع ما تحاولش ان انا بختاب حد، أنا الحمد لله ما قلتش اسمه يعني، بس الشاهد من الموضوع ان انتوا خلي بالكم، لا لما تشوف حد حاول تلاقي حد فاهم. ومش لازم على فكره، مفيش حد فاهم الدنيا كلها. يعني شوفوا مثلا بقول لكم، يعني انا اشتغلت في السوق المصري، فانت لو جيت لي مثلا قلت لي خليك مهران منتور معايا في سوق مصر، انا هوجهك كداشبورد. بس انا الفتره الاخيره ايدي مش في سوق مصر، انا معايا كام كلاينت في مصر؟ تقريبا واحد اللي معاك في التيم بتاعي كله. طيب بقيت الحاجه لا السعوديه. طب ايه في السعوديه؟ والله معاك في السعوديه عسل وفشل. ده دي مثلا حاجات. طيب انت بقى لما تيجي تتكلم مع حد عايزه منتور ليك، شوفه في ايه. يعني مثلا انت عايز منتور في جوجل، روح حد فاهم جوجل قوي. انا ما بتكلمش عن جوجل كتير. طب انا بشتغل جوجل، اشرح سيشن فيه، تمام. بس ان انا اقعد كل يوم اتابع معاك فيه، لا انا ما عنديش القدره دي. حاجه ممكن حد تاني بيدي كورس جوجل او سيشنز جوجل يكلمه في ده، هيبقى احسن لك. مش عشان بقى مهران اللي قال لي هات منتور تروح لمهران. خلي بالكم من النقطه دي. فالناس معظمها 90% من الناس اللي بتقدم، وممكن اكون انا منهم عادي، مثلا اجي اقدم لك فيديو يقول لك ايه، مهم ان انت يكون ليك منتور كميديا باينج. بس هتعمل ايه عشان تبقوا فاهمين اصلا عقلك بيفكر ازاي؟ بما ان انا اللي قلت لك مهم تلاقي منتور، فانت اول حد هتكلمه مهران. ده ميك سنس صح، بس في الحقيقه ليك انت غلط. انا لو اكسبت ان انا اكون منتور معاك، لازم اشوفك انت محتاج ايه الاول. عشان كده مثلا لما حد بيجي يقول لي انا عايز ابقى منتور، فبقول له انت مستواك ايه؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ طيب المشاريع اللي معاك دلوقتي ايه؟ ما تروحش تاخد منتور وخلاص. ده انا بحكي باستفاضه قوي، بس خلي بالكم من النقطه دي يعني. فانتوا بقوا اسالوا. يعني مثلا لقيتوا، يعني انا مثلا بريكومند في جوجل بركات كان منتور ليا في جوجل فتره، وستيل والله لحد دلوقتي لما بعطل على حاجه بساله. مثلا خالد في الحته بتاع الايميل ماركتنج ما شاء الله سابق فيها. في الحته بتاع التراكنج مثلا عندنا ابراهيم هنداوي واحمد مدبولي في حته التراك. عندنا مثلا مين، سيف، لو انتوا عارفين سيف الجوهري في السوق السعودي برضو ان شاء الله له تجارب كويسه. وسيف انا كنت نقعد نتكلم كتير في حاجات وبساله في حاجات، ويمكن لحد دلوقتي واحنا اصحاب. ما تنبهروش بس من الناس، انا بقول لكم الناس دول برضو انا عارفهم عشان في معرفه شخصيه واحنا اصحاب، انما واشتغلنا سوا. انما ريكومند ليك حد ممكن نبقى نتكلم فيه. حضرتك ما تقدرش تبقى منتور، ما انا كده جاوبت خلاص يعني. طب بص انا عايز اكمل شرح في اخر سؤال بتاعك يا احمد، وبعدين نكمل يعني. هو ممكن حضرتك تبعت الايميل او اليوزر نيم بتاع الديسكورد؟ بتاعنا اه ده اشمعنى؟ طيب ابعت لي على الواتساب اللي انت عايزه، بس الديسكورد تمام. محدش بيطلب مني ديسكورد. انا بطلب ديسكورد من الناس بس محدش بيطلب مني. فماشي، بعت لي تمام. بس على الواتساب عايز ايه وهبعته لك. حاضر. انا بس عشان تمام. الشغل بتاعي ديسكورد، فبحاول اخليه الحاجات بتاع فريم الشغل بس. فابعت لي وانا اشوف لك اللي انت عايزه. حاضر. تمام، شكرا. شكرا لك. خلونا نكمل علشان الوقت احنا كده ما شاء الله عدى معانا ساعة يعني. خلينا بقى نتكلم. احنا اتكلمنا دلوقتي والله عن الكاستمر جيرني والكلام الجميل ده كله. عايزين بقى نتكلم دلوقتي ماذا بعد. يعني احنا دلوقتي بتوع ادز في الاخر احنا بنعمل اعلانات. طيب ايه اللي هيطلع لي في الداشبورد او اللي انا هشوفه واحكم من عليه عن تحركاتي جوه الويب سايت؟ طيب باختصار جدا احنا هنتكلم عن المتركس دي اللي هي الارقام اللي بتظهر لنا، وبنقدر نعرف منها والله السي تي ار كويس، السي بي ام قليل، والكلام الكويس ده. طيب هنتكلم عن المتركس ازاي عشان نبقى فاهمين. هنفتح وايت بورد تاني دلوقتي، بس هنقسمها لجزئين. الجزء الاول متركس للاد نفسه كتقييمي للاد، ومتركس تانية جوه الموقع. ليه؟ لان انا الحمله بتاعتي جزئين. ايه الجزئين اللي في الحمله؟ والله الجزء الاول في الاعلان والمنصه الاعلانيه ومقاس الاعلان، والاعلان فيديو ولا صوره ولا سكرين شوت ولا ايا كان. والجزء الثاني الويب سايت، انا دخلت العميل على ايه؟ على برودكت بيج ولا لاندنج بيج ولا على كوليكشن بيج؟ طيب لما دخل كوليكشن بيج عمل اد تو كارت ولا لا؟ طيب لما عمل اد تو كارت راح فين بعد الاد تو كارت؟ جميل. علشان بس ايه دماغنا تبقى متقسمه في الجزئيه دي.
خلينا ايه نرجع للوايت بورد تاني. ثانية. كده ان شاء الله الوايت بورد تمام معانا صح كده؟ سامعني؟ هي ظاهرة عندنا سامعني. سامعني. طيب قلنا ايه بقى ان احنا هنقسم والله الجزئية بتاعتنا بتاع الوايت بورد لجزئين. طيب احنا شخبطنا هنا واتكلمنا، فخلينا ايه نرسم تاني علشان نبقى فاهمين يعني. شفت الشكل اللي احنا رسمناه لما كنا عاملين كده، وقسمنا الناس شرايح والناس بتتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا. طيب حالا هنرسمها بطريقة مختلفة بس علشان نبقى فاهمين يعني. بدل ما احنا بنرسم كده احنا هنرسمها بس بطريقة مستوية يعني. طيب هنعملها ازاي؟ هنعمل والله ان احنا عندنا الناس بتشوف الاد اللي هو الاعلان معانا. طيب بعدين بتعمل ايه؟ والله الناس بتعمل كليك. طيب دي هنعتبر دي شاشة الموبايل عشان تبقوا متخيلين. انا عامل ايه؟ انا دلوقتي والله عامل الاعلان على تيك توك مثال. طيب عملت كليك، فهنعتبر ان الاعلان على طول فتح معايا الويب سايت. جميل. طيب جوه الويب سايت ايه اللي هيحصل؟ في تحرك كبير جدا هنتكلم فيه، فهيبقى في ماتريكس بنتكلم عنها للويب سايت. طيب حلو جدا. طيب وكاد في ايه؟ والله برضو في ماتريكس تانية على مستوى هنسميه مستوى الاد، بس هو على مستوى المنصة يعني باختصار. طيب كلام جميل. والنقاط دي هنتكلم فيها دلوقتي ايه بالتفصيل. خلونا نيجي هنا. حلو. خلينا هنبدأ بقى ايه بالماتريكس بتاعة الاد. طيب انا والله اول ماتريكس بتظهر عندنا الاول. احنا الماتريكس دي بتظهر ازاي؟ الماتريكس دي بتظهر عندك على الداشبورد عادي. لما تفتح اي اد اكونت بتظهر معاك على الداشبورد. طيب بتظهر معاك على الداشبورد ازاي؟ والله هي الارقام التيبل اللي بيبقى عندك ده يبقى متقسم كده. يبقى عندك بقى ايه؟ بادجت، بيبقى عندك ريزلت، بيبقى عندك ار او اس، بيبقى عندك سي بي ار، بيبقى عندك مثلا كليكس وهكذا. هوريكم سكرين شوت انا برتبها ازاي، بس خلينا نقول ايه. والله دي الميتريكس اللي بتظهر معانا. طيب كويس جدا. خلينا بقى نمسك مترك من دول ونتكلم فيه. طيب ايه الميتريكس اللي هنتكلم فيها؟ والله انا اهم مترك بحبها. فاكرين لما كنت في اول السيشن خالص بقول لكم ايه؟ اول ما جيت افهم السيلز فانل دي ما كنتش فاهمها كامل. لا انا جه واحد قال لي ايه؟ عندك حاجه اسمها سي تي ار، ركز معايا. عندك حاجه اسمها كونفرجن ريت، ركز معايا. في الحقيقه والله هو يعتبر لخص الدنيا يعني الله يكرمه. بس هو السي تي ار ده على مستوى الاب، الكونفرجن ريت ده على مستوى الويب سايت. هنشرح بقى تفصيلا كل واحد منهم بيجي ازاي. طيب السي تي ار ده ان شاء الله كلكم عارفينه، بس هو اختصار لايه؟ اختصار لكلمه كليك ثرو ريت. طيب اللي هو ايه بالعربي؟ اللي هو معدل النقرات او معدل النقر. طيب يعني ايه؟ يعني والله الاعلان بتاعي اللي الناس شافته كم حد عمل منه كليك. طيب يعني ايه كم حد دي عشان نبقى واضحين؟ يعني كم في المية من الناس اللي شافوا من عمليات الظهور او من عدد مرات الظهور كم مرة حصل نقرات. طيب الرقم ده لما يزيد دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ وامتى هتبقى حلوة وازاي احسنها واشتغل عليها؟ طيب
اول حاجه الرقم ده كل ما نسبته تزيد حاجه حلوه جدا لعقل معين. دي بقى النقطه اللي شغالها لك. يعني انت شغال مثلا في المنصه كمثال في ميتا، والسي تي ار بتاعك 1% او 2% او 3 او 4%، النسب دي حلوه ممتازه. طيب هل ممكن فجاه يبقى مثلا 20%؟ لا، هي دي حاجه غريبه. ممكن توصل والله يعني في كيسز ممكن توصل. هحكي لكم الكيسز اللي حصلت معايا ارقام كبيره يعني. بس هل ممكن تحصل؟ والله الله اعلم. بس هل ده منطقي؟ لا. طب ده يخليك تعمل ايه؟ يخليك تقلق ان في مشكله، ان ممكن اصلا تكون المنصه زي ما بيحصل مثلا في ميتا ابديتس فتديك ارقام هبله. ممكن انت عامل كريتيف غلط، ممكن تكون بتدي وعد للعميل غلط، يعني تبيع حاجه غير اللي انت بتبيعها مثلا. وهكذا. او ان انت يعني في ليميت كده مش هيبقى هو دايما الصح. حلو. طيب الكلام ده جميل. طيب انا ازاي ارفع السي تي ار بتاعي ده؟ والله السي تي ار بتاعي ده عندنا له كذا كذا حاجه. اول حاجه السي تي ار ده معنى ان الناس بتعمل كليك على الاد بتاعي، يبقى الناس عاجبها الاعلان، يبقى المحتوى بتاع الاعلان كويس. طب يعني ايه المحتوى كويس؟ الكونتنت او الفاليو اللي انا بقدمها كويسه ومناسبه للجمهور بتاعي. طيب ايه تاني غير المحتوى ككل؟ لو قلت لي ان المحتوى يكون مناسب، طيب والله ان انا اكون حاطط هوك كويس يشد الناس. بسالهم عن حاجه، بقول لهم حاجه معينه، بقول لهم مثلا مشكله عندهم. ايا كان، في طرق كتيره للهوك. ممكن حتى تسالوا شات جي بي تي او تقراوا فيها لو حد بيحب يقرا عن ازاي نعمل هوك قوي للفيديو. ايه الافكار اللي ممكن نعملها للهوك، واستخدموا شات جي بي تي في الحاجات دي، على فكره هيساعدكم جدا. يعني لو حد بيذاكر السيشن دي فيما بعد وهو شغال كده، راح لشات جي بي تي قال له هو انا ازاي اجيب هوك قوي يرفع معايا السي تي ار، هيديله له مقترحات والله قويه جدا. انا يعني عايز اقول لكم انا ممكن اكون عارف كل اللي هيقوله مثلا، يعني اتمنى ان شاء الله، بس هو هيبقى مرتبها بترتيب جميل جدا عشان تبقوا عارفين يعني. طيب ايه تاني غير الهوك او الحاجه اللي تشد الناس؟ ان انا احط في الاخر كول تو اكشن. يبقى انا عندي ايه؟ كول، خلينا نكتبها كول تو. طيب يبقى انا عشان ارفع السي تي ار، كده بنتكلم عن ايه؟ السي تي ار اللي هو الكليك ثرو ريت. ممكن اعمل ايه؟ خلي المحتوى بتاعي كويس، خلي المحتوى بيقدم قيمه، او يعني حاجه قيمه. مش ما اقولوش مثلا ايه عندي عرض كويس في العسل بس، يعني اقول كده لا. طب اديله فاليو بقى، يعني اقول له والله العسل الشركه احنا بنقدمه من شركه كذا مثلا، العرض 3 حبات و3 حبات، وبنتكلم امثال يعني. طيب الهوك، انت تديله هوك مناسب في الاول يشد على حسب بقى طبيعه العميل. افهم طبيعه العميل بتاعك. يعني انا بقول لكم مثلا في العسل الناس كتير جدا بتحب التحدي، وبتحب ان انت يعني عايز اقول لكم ايه، الناس في العسل مثلا من كتر ما العسل بيبقى مغشوش، فبيحب ان العميل يدخل يقول له اتضحك عليك والعسل كان مغشوش، وكل البراندات ده استفزاز او نوع من انواع الهوك بحب استخدمه مثلا. طيب ايه تاني؟ ان انا استخدم كول تو اكشن كويس. يعني ايه كول تو اكشن؟ ادخل مثلا حصل العروض. ممكن اقول له كده في الفيديو الحق العروض، حصل العروض. حتى لو بقول له اشتري الان، ان هو الفيديو يبقى فيه كول تو اكشن واضح. ما بقاش مثلا داخل بكلمه عن فوائد العسل خلاص والفيديو خلص، ولا الراجل فاهم انا ببيع ايه، ولا ان انا ببيع اصلا، واقلب عادي كانه فيديو عادي. لا، ادخل اقول له ده في عرض دلوقتي لمده 24 ساعه الحقه مثلا. دي طرق كتيره جدا. فانتوا لازم تكونوا حاطين كول تو اكشن قوي. دي النقطه اللي بكلمك فيها. طيب انا لما نرجع البرزنتيشن هتلاقوا الكلام ده مكتوب وهنراجعه سريعا سوا، بس خلوني اكمل لكم المتركس المهمه وبتعبر عن ايه ونركز فين. طيب عشان نبقى صحيحين مع بعض، احنا فين دلوقتي؟ احنا والله
في الميتريكس بتاعه الاد اللي او المنصه الاعلانيه. ما رحناش خالص لسه للويب سايت، في الغالب يعني مش هنتطرق للويب سايت النهارده. طيب انا دلوقتي علشان السي تي ار ده، احنا عايزين السي تي ار ده يبقى كويس. طيب والله السي تي ار ده لما يبقى كويس هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه ان الكوست بير كليك، كوست بير كليك او تكلفة النقرة تبقى قليلة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي هدفي ان الشخص يضغط على الاعلان. طيب لو انا دلوقتي اللي بيضغط على الاعلان الشخص الواحد بيكلفني مثلا 5 ريال، فده رقم احنا مش هنقول بقى كويس ولا وحش عشان في ابعاد كتير منطلق كويس او وحش زي ما اتفقنا، بس هنقول ان هو دلوقتي ب 5 ريال وانا في اليوم بدفع 100 ريال بس، يبقى انا هدخل كام واحد؟ يبقى انا هجيب 20 كليك. طب تخيلوا كده لو احنا خلينا بدل 5 ريال بقى 4 ريال، فانا جبت 25 كليك. فده معناه ايه؟ ان انا ادخل ناس اكتر، فاحتماليه ان الناس تشتري اكتر، فيبقى كل ما اقلل الكوست بير كليك بتاعتي كل ما تقل معايا كل ما يبقى في مصلحتي. جميل؟ يبقى ده ايه؟ حاجه معينه. طب هتقل ازاي؟ هتقل لما السي تي ار ده يبقى كويس. طب في عامل تاني بيأثر معايا على الكوست بير كليك او على تكلفه النقره. في عامل بس العامل ده مش دايما بعرف اتحكم فيه، او في تحكم فيه بس مش محوري زي السي تي ار. يعني مش محوري دي اقصد مش بالسهوله ان احنا نتحكم فيه. طيب والله ايه هو العامل ده؟ العامل ده اللي هو السي بي ام. طيب السي بي ام ده يعني ايه؟ ده رقم المنصه بتقول لي انا هطلعك 1000 مره وليكن مثلا ب 30 ريال او ب 100 جنيه ايا كان يعني العمر. بس انا اقصد هنا ايه؟ ان هي المنصه بتيجي تقول لي انا السي بي ام بتاعي علشان اطلع الحمله الاعلانيه بتاعتك دي او الاد ده او الادسет ده ايا كان هتبقى 30 30 ريال او 100 جنيه او ايا كان. طيب خلينا نسال كام سؤال حلو. هل اقدر اقلل وازود فيه؟ اه. ازاي؟ ان انا اروح لاودينس مظبوط بمحتوى كويس. طيب يعني ايه اودينس مظبوط؟ فاكرين السيشن اللي فاتت للناس اللي حضرت كان في حد سأل سؤال قال هو انا لو انا بستهدف قرية جوه مركز تابع لمدينة ده هيرفع تكلفة الإعلانات عليا؟ فأنا قلت له إيه؟ قلت له والله السي بي إم بتاعك هيعلى. طيب ليه؟ لأن أنا رحت للفيسبوك مثلا أو لتيك توك قلت له هات لي بص هات لي الناس اللي عايشين في المنطقة دي اللي هي على بعضها مثلا 10 كيلو بس، مش عايز حد تاني. فأنا برفع قيمة الحاجة اللي أنا عايزها قوي لأن أنا مقللها. إنما تخيلوا مثلا جيت قلت له شوف مصر دي كلها الناس المهتمية بالملابس فيها استهدفهم لي. يا باشا زي الفل، ده الناس كتير قوي عندي، هديك اشتري. هو حرفيا انت ليه ميديا باير؟ لان انت بتشتري من الاعلانات، بتشتري من المنصات. فانت بتشتري بتقول له مثلا والله انا عايز ناس مهتميه بالملابس بالفاشن بس. يا باشا زي الفل، تعالى ناس مهتميه بالفاشن في مصر كتير جدا، في هنا وفي هنا وفي هنا، وفي مهتمين باسعار مختلفه، في مهتم بالكاجوال، في مهتم بالكلاسيك، في شرائح كتيره جدا. تعالى بقى نشوف انهي شريحه فيهم اللي هتعجبك، وهوديك لده النهارده بوكيت اوف اودينس ده النهارده وللاودينس ده بكره مثلا. او تعالى اطلع لك ادست في اودينس وادست في اودينس وانت شوف اللي عاجبك يا باشا كمل فيه. يبقى انا كده ايه؟ ده فكره السي بي ام. طيب لو انا جيت قلت له لا ده انا عايز ناس مهتمه بالفاشن من عمر 20 ل 25 ويكون عندهم اهتمام مع الفاشن مثلا بالحيوانات الاليفه ويكونوا بيهتموا بالميوزك. ده انا قاعد بقول له ايه؟ ده انا كاني بوصف له ابن خالتي. فعلشان يعرف يجيبه، وابن خالتي ده في منه كام؟ واحد؟ لا هو اكيد عدد قليل يعني لو هو شخص مميز. اقصد يعني ان انا بقلل قوي الاودينس فبالتالي بصعبها عليه. فيبقى انا افهم بقى دلوقتي
ان انا كمثال لو جيت عملت ادسة برود مش حاطط فيها استهداف، المتوقع جدا ان السي بي ام بتاعي يبقى قليل مقارنه بالادسة اللي انا حاطط فيها استهداف. ده متوقع. جميل. في استهدافات بتبقى اسمها استهدافات عامه، يعني مثلا حطيت الناس مهتميه بالفاشن بس، فده مش المتوقع بتاع ان هو يرفع لك السي بي ام الدبل مثلا، لا هيرفع لك السي بي ام حاجه بسيطه، ممكن ما يرفعوش اصلا وتلاقيه زي المتوقع بتاع الاد اكونت بتاعك العادي. طيب كل اد اكونت والتاني دي حقيقه بقى، ساعات يبقى الاد اكونت ده فيه مشكله في السي بي ام، هو السي بي ام بتاع الاد اكونت ده غالي. دي منين؟ دي من المنصه الاعلانيه. طيب السي بي ام من منصه للثانيه فارق؟ اه فارق. طيب ازاي؟ والله انا تيك توك بيخلي السي بي ام بتاعه قليل جدا، بس في الحقيقه كواليتي الناس اللي موجوده هو بيطلع لك العدد كبير قوي، فمنهم صغير ومنهم كبير ومنهم اللي قاعد بيقلب كده بسرعه ومنه اللي قاعد في ناس بتقلب في تيك توك وهي في محاضرات وكده. مش ان هو هيشتري، ليه؟ تيك توك عنده تراك كبير فيقول لك يا باشا خد. زي فكره دي، هو بيشتري، انت بتشتري منه ظهورك للناس، بيقول لك والله يا باشا انا هتظهر 1000 مره وليكن ب 30 جنيه. طيب تعالى فيسبوك، لا يقول لك تظهر 1000 مره ب 100 جنيه. طيب ازاي يعني؟ ليه 3 اضعاف واكتر من 3 اضعاف كمان؟ علشان كواليتي الجمهور. فممكن تجيب البيرشز قليله في تيك توك وتجيبها اغلى في ميتا، بس مثلا العميل بتاع تيك توك اصلا ما يستلمش الاوردر ولا يرد عليك في التليفون كمثال. في ميتا في نسبه بس احسن من تيك توك. تمام. دي كلها احتمالات ودي كلها حاجات. فاحنا مش السي بي ام ده مش في ايدنا قوي، بس كل ما نطلع كونتنت مناسب للاودينس بتاعنا كويس. في برضه قلتها لحد قبل كده، انت ممكن تعمل مثلا اعلان على محافظه، والمحافظه دي الاودينس بتاعك فيها قليل مثلا، بس انت عايزه، انت كده كده هتجيبه، فتعمل ايه عشان الادز ما تطلعهاش بره المحافظه؟ تروح تكتب في اول الكونتنت لو انت من اسكندريه فانت مش عارف ايه، لو انت من طنطا فانت الاوفر ده ليك. طيب دي كويسه جدا. لسه شايف اد من يومين بس نسيت اعمل له سيف، بجد عجبني جدا، يعني حسيت انا عايز اسقف لهم كده. هو اصلا مركز تقريبا بتاع كورسات، واللي هيطلع هيتكلم بالانجلش، بيوريك يعني ان هو اتعلم انجلش بسرعه وان هو عامل اوفرز وكده، بس الراجل بيتكلم مصري عادي بس بيتكلم او تقريبا يعني هو بيتكلم انجلش او هو انستراكتور اجنبي حاجه زي كده يعني. طيب عملوا ايه بقى؟ لسه بيقول ايام، لسه هيعرف نفسه، فقام واحده داخله مصريه قالت لهم لو انت من طنطا كمل الفيديو، قامت طالعه تاني، ده هو واقف دخلت لوكيشن التصوير، قالت لو انت من طنطا كمل الفيديو، قامت طالعه تاني كمل الفيديو عشان عاملين عروض، وقامت طالعه تاني، وقام هو مكمل الفيديو. اسف يا جماعه ان انا قطعت الكلام بس هي زي ما هي قالت، قام مكمل الفيديو. ده بجد عظيم جدا. ليه؟ هو بيحاول يستهدف جمهور معين. المنصات زمان كانت بتعمل ايه؟ زمان ده مثلا لو من 7 سنين كانت بتعمل ايه؟ بتروح تقرا الكونتنت وتشوف لو هو قايل طنطا او الغربيه او اسكندريه او كده، تروح للناس دول او للناس المهتميه بالمناطق دي او اللي بتشوف نوع كونتنت كتير زي كده. طيب دلوقتي لا، المنصه بتحلل الاعلان نفسه. الاعلان والله مش مسيف الفيديو للاسف، يعني انا لو كان لو احاول والله لو طلع لي تاني هبعته لكم، هو ما شاء الله عجبني. طب المنصه الاعلانيه دلوقتي بتعمل ايه؟ المنصه الاعلانيه دلوقتي بتروح تفهم الكونتنت وتحلله وبعدين توديه للجمهور. انا عايز اقول لكم انا شبه مش بحط استهداف والله في الادز معايا، الشباب بيحطوا مثلا في حاجات قليله جدا. طيب ده ليه؟ لان خلاص هي المنصات الاعلانيه بقت ذكيه جدا. ما عادش بقى زمان يقول لك ايه ازاي تعمل نارو للاودينس مع الناس اللي عندهم ساعات الرولكس. لا ما عادش، ده كان زمان والله، وكان في مجهود والناس بتعصر دماغها عشان تلاقي كيورد في جوجل، فالكيورد دي الناس المهتميه بيها عندهم حاجه معينه. حالا لا والله الموضوع ابسط عادي، حط السعر في الاعلان شيل لك شريحه من الناس، ان ما كانش مستفز لشريحه ثانيه فبوظ لك الاودينس يعني. في تفاصيل برضه جانبيه يعني. بس ده الشاهد من الموضوع يعني. طيب عشان ما نقفش عند السي بي ام خلينا ايه نكمل. خلينا عند السي بي ام كده، احنا معانا وقت. طيب بص، حد عنده اسئله؟ يعني خلينا نسال. عايزين اسئله في ايه؟ عايزين اسئله حوالين سي بي ام.
CTR والكوست بير كليك. راح عنده إيز. طيب ماشي، اتفضل يا حسين. لو ينفع بس حضرتك تشرح لنا اللي هو اهم الميتريكس بتاع الادز كلها، فاهمني؟ لو مثلا ما هو كده ده هدفنا ان احنا نشرحها. لو النهارده وده اللي انا شايفه يعني ما قدرناش نكمل للاخر، هنعمل بارت 2 الاسبوع الجاي ان شاء الله، نكمل بقيه الميتريكس ان شاء الله يعني. تمام، هو بارت 2 هيبقى الاسبوع الجاي صح؟ انا والله الاسبوع بيبقى زحمه عندي جدا يعني لان بتحرك كتير. تمام ماشي. كان في سؤال تاني. ماشي اتفضل يا احمد لو صراحه. هو انا كنت عايز اسال ازاي ان انا اجيب CTA تكون قويه ان هي تزود الكونفرجن اكتر. قلت اكشن يعني. اه اقول لك اجابه غريبه جدا، بس روح شوف المنافسين برضه. انا تمام. بعمل كده بنفسي يعني. دايما انا مثلا داخل وعايز افهم والله هي الناس هنا بتشتري ازاي، فبروح اشوف المنافسين. طب عشان اشوف المنافسين بيكون من خلال تيك توك لايبراري او كده. افتح الاكونتس بتاعتهم، شوفهم بيعملوا ايه. افتح ميتا ادز لايبراري، شوف الناس بتعمل ايه. شوف لو انت عندك حد على جوجل، شوف طب لو عايز جوجل. اشوف المنافسين على تيك توك مثلا او اعلانات المنافسين على تيك توك. هقول لك تيك توك توب ادز، واكتب اسم البراند ان شاء الله هتلاقيه على الاقل يعني. اكتب تيك توك ايه؟ تيك توك توب ادز. تمام. ماشي حسام، لو انت مش سألت قول تاني ده. معلش بقى هندسه بتقل عليك. لا معاك. او طب ايه افضل منصه ان انا ايه افضل قصدي اللي هو ويب سايت اشتغل عليه افيليت او دروب تطلب شيبنج؟ منه منتجات. ايه افيليت او دروب شيبنج، يعني مثلا ايزي اوردر، وورد، شوبيفاي. تبني عليه لاندات يعني. او اعمل موقع يعني عليه كامل، بس اللي هو كحاجات خفيفه مثلا، فاهمني؟ بص انا عن نفسي بشتغل ايزي اوردر، بحب ايزي اوردر. هم كويسين جدا، انا حتى بجربهم برضو شبه من اول ما طلعوا. لا هم لذيذ جدا. انا كنت زمان بشتغل على يوكن، بس لا ايزي اوردر لما طلع ما شاء الله جامد يعني. ممكن حتى ببعت لي رساله، ابعت لك لينك كده في ايزي اوردر، لو سجلت منه تاخد 50% بونص، او مهران دوت ايزي اوردر، حاجه زي كده. طب ابعته لك يعني لو انت هتكرر حاجه دي. تمام. هو بس ايزي اوردر في اللي هو التتبع بتاع اللاندنج بيج والحاجات دي، يعني مثلا ممكن انشئ منه لاندنج بيج وكده صح؟ لا. تمشي اللاندنج بيج وتحط UTM وتعمل تراكنج. هو يعني لذيذ يعني. زيه زي شوبيفاي بالظبط صح؟ مفيش اختلاف تقريبا. كحاجات تقدر تعملها يعني، بس شوبيفاي شوبيفاي. فكل حاجه ليها كوره. انت سالت سؤالك، انت عايز حاجه سهله وسريعه وتعمل عليها دروب شيب. انا لو هتسالني ايز اوردر كويس. لا الا لو انت مش شغال في امريكا يعني، لو امريكا شوبيفاي على طول. خلينا سؤال كمان. CPM المتحكم فيه بس الاستهداف، سواء من الاد نفسه او من الكونتنت. هو في الحقيقه المتحكم في CPM هو المنصه الاعلانيه. يعني خلينا نقول CPM هو فعلا اللي متحكم فيه هو المنصه الاعلانيه. لكن لو ما عملت كونتنت احسن بيجيب لك، بيقلل معاك. ما فيش، انت مش متحكم خالص. لو جربت مثلا انت مثلا هدفك تدخل ترافيك، فرحت تيك توك عشان تجيب ترافيك ارخص او بسعر اقل، فانت كده برضو تحكمك الوحيد انك نقلت المنصه. بس مش اكتر يعني. فحته CPM دي مش ما لناش تحكم فيها خالص للاسف يعني. حد السلام عنده اي عليكم. سؤال تاني في الزيت؟ السلام عليكم. شكرا لحضرتك على السيشن، ما شاء الله جميل جدا يعني، وشرحك موفق يعني. تمام. انا يعني هل حضرتك انا ازاي اعرف ان انا ماشيه صح؟ يعني انا مثلا معايا عميل، انا بالنتائج بطيئه جدا جدا جدا، بس الارقام الى حد ما كويسه. هو البيزنس موديل بتاعه معقد شويه، او مش معقد، هو مش سهل، البرودكت برضو مش رخيص. ازاي اعرف ان انا ماشيه صح
وامتى اما اشوف الارقام اقول انا ماشيه صح، يبقى عندي ثقه اكتر مع العميل. لان انا من كتر ما انا العميل ده كان شغال قبل كده مع حد منافس، اللي هو المنافس بتاعه اصلا اوريدي، فهو كان بيشوف اوريدي الاوردرات اللي بتيجي من العميل ده، فهو شايف ان الرك عليا انا. ازاي اعرف بقى يعني ازاي اعرف اظبط الحته دي؟ العميل ده في مصر؟ او في مصر. طيب بص يعني في كيس منفصله، فخليني اقول لك بالسريع عشان نكمل السيشن. بس هو باختصار، انت المفروض لما بتيجي تدي العميل ريبورت بتدي له ريبورت واضح، اللي هو والله احنا عملنا 1 2 3، ده نقل معانا النتائج ل 1 2 3. طيب هو عينه على منافس معين، فانت مسك المنافس ده فصصه قوي واعرف هو بيعمل ادز ايه وبيعمل بيكتب الكونتنت. لو تقدر تعرف بيصرف بادجت كام، اعرف ممكن نبقى نقول لك سيشن منفصله. اقعد احرق دماغك قوي ان الراجل ده بيعمل ايه، وروح اطلب من العميل في ريبورت واضح كده برزنتيشن احنا ازاي نوصل للعميل ده. يعني كمثال، والله العميل ده بيصرف في اليوم 10000 جنيه، بيصور سيشنز للمنتجات مميزه، بيستخدم ديزاينز. فانت هتروح تقول للعميل احنا محتاجين نزود الميزانيه اللي بنصرفها، محتاجين ان احنا نصور سيشن جديده، محتاجين تغير ديزاينر فريلانس لو انت واخد العميل كادز بس يعني. ده كمثال، انا بديك مثال سريع. طيب فكره ان العميل بيقارن بغير، انا دي كانت عندي مشكله قبل كده مع كلاينت، بس كان في الكويت، ان هو كان شغال مع حد وكان مستني ان هو يبقى الحد ده بكره. قعدت اشرح له ان البيزنس له ابعاد، وان اصلا ما بيشحنش كارت الفيزا، وان الادز بتقف. فضل كتير برضه بيسال اسئله، للاسف بيعصب الواحد. انا كان وقتها الحمد لله كنت قادر اقول له لا انا مش هقدر اكمل، وانا اللي طلبت ان احنا نوقف. بس في كيسز لا هيبقى الكيس افضل. مش دايما مشي العميل يعني، بس اقصد ان انت لا تتكلمي معاه، قولي له احنا بنعمل 1 2 3، خليكي واثقه انت عملت ايه طالما انت فعلا عملت اللي عليك يعني. ده بالنسبه لحته ككلام مع العميل. طيب حته تعرف انت ماشيه صح ولا غلط، الحل البسيط ليها ان انت مثلا تسالي في جروبات، زي جروبات الواتساب، زي الجروب بتاعنا، زي اي جروب تاني فيه ناس بتتكلم في ديسكشن وكده. والله يا جماعه حد كان له سابقه، وليكن مثلا عملت براند فاشن مثلا، يا جماعه حد جرب براند فاشن اسعاره في رينج 300 جنيه قبل كده. هتلاقي مثلا حد قال لك انا هتدخلي مساء الخير، كنت بتعمل ايه؟ انا بس عشان لسه ببدا عملت 1 2 3، قول لي رايك. لو الشخص ما عنده سبيس وقت وقادر وبيقدر يدي او يوصل معلومه، هيقدر ان شاء الله يفيد. ده باختصار جدا تعملي ايه لو انت بتفكري يعني. وعايزه تعرفي انت ماشي صح ولا غلط. يعني مثلا نقطه زي بتاع لما قلت لكم في الكتالوج، قصدي في الفاشن او في البراندات اللي فيها منتجات كتير استخدموا الكتالوج. الكلمه دي مثلا كانت بالنسبه لي حد قالها لي زمان وفرقت معايا، فبقت قاعده جوه دماغي. طب ما اجربه. هو كان بيقولها لي يبقى جربه، بس انا حولتها ان هو لازم تستخدمه. فبقيت مثلا التيم عندي حالا بقول لهم لا يا شباب استخدموا في البيزنس ده، ما تشتغلوش عادي على هوم بيج مثلا، لا استخدم له كتالوج كمثال يعني. بس ده يا رب يكون جبت السؤال. بصوا خلينا نكمل. هنرجع نشير يعني نراجع الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده في السلايد. هيبقى محتاجين بعد الكوست بير كليك ندخل على الميتريكس المهمه جوه الويب سايت. في ميتريكس ثانيه جوه المنصه الاعلانيه. في عادي ميتريكس ثانيه، وفي تخصيص للميتريكس. يعني السي تي ار ده له انواع، في مثلا الفريكوانس، في حاجات كتير، بس مش ده اللي انت محتاجه في الاول. يعني خليكم دايما عارفين انا بحاول اقول لكم المعلومه اللي حالا تاخدها مني تطبقها، تبص على ميتريكس تبقى فاهم. انما اقعد اكلمك في الفريكوانسي ان هو 2 ولا 1، طيب هو لو 2 كويس ولا لا، لو زاد عن 2 ده صح ولا غلط؟ فدماغك تقعد تلف وكده مش عارف هو غلط ولا صح، طب امتى صح وامتى غلط. لا يعني بحاول يخلينا مش الاساسيات بس المفيد في الاول يعني، او لمعظم الناس ان شاء الله. طيب كنا بنقول ايه؟ خلينا بقى ايه نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. خليني اعمل شير. شير ماشي. انتوا كده شايفين البرزنتيشن تاني. كنا واقفين في اخر حاجه في البرزنتيشن هنا. الاول قبلها اتكلمنا عن رحله العميل، بعدين اتكلمنا عن
الادز كداشبورد هنتكلم في ايه؟ قلنا ان احنا هنقسم المتركس لمتركس جوه الادز ومتركس جوه الويب سايت. اتكلمنا المتركس انا برتب الفانل في المتاجر عامله ازاي لنظره عيني، برتبها بالترتيب ده. طيب بترتب ازاي الاول عشان نقول الترتيب؟ بتيجي هنا من عند الكولومز او المتركس، نزوم ان شويه، تيجي هنا من عند الكولومز وتعمل كاستم مترك من هنا، وبعدين تختار ترتيبهم. طيب انا برتب على اي اساس؟ برتب على الاساس اللي انا عارف ان الفانل ماشيه بيه، وان انا عيني، خليك برضه الحته دي، عيني هترتاح لما تشوف. طيب ازاي؟ والله انا عيني بتشوف ايه في الاول؟ انا عيني بتشوف الرزق، انا كمهران مش كميديا باير، لا عادي انا كمهران بحب اشوف صباح الخير هو ايه الادز اللي جابت مبيعات، ده عيني بتحب تشوف كده. طيب الادز اللي ما جابتش سحبت امبريشنز كتير ولا لا؟ دي دماغي، ما انا مش بقول لكم ده الصح ولا غلط دلوقتي. طيب والله الامبريشنز جاب، طيب هل الامبريشنز دي جايبه فريكونسي عالي ولا لا؟ باختصار الفريكونسي الاعلان ظهر لنفس الشخص كم مره. انا براندات مثلا ببقى محتاجه تظهر 2 أو 3، في براندات تانية لو قربت من الاثنين بالنسبه لي غلط، او في مشكله كده محتاجه احلها. حلها ايه؟ هنبقى نتكلم عنه بعدين. طيب في امبريشنز والاد شغال وفي فريكونسي معقوله، مش الدنيا مش مخيشه. طب الكوست بالريزلت كام؟ دي كده نظره عيني اللي هي ايه المبدئيه. طيب بعدها ببص على ايه؟ والله ببص بقى عادي البادجت والاماونت سبند، السي بي ام كام بتاع الادسет. طيب جبنا لينك كليك، طب الكوست باللينك كليك كام؟ طيب الكوست باللينك كليك قصدي السي بي سي والسي بي سي الثانيه دي، زي ما قلت لكم كل مترك فيها تفاصيل شويه بس احنا هنقولها من بره برضه. طيب انا كان بالنسبه لي ايه الاد تو كارت، فنسبه كام واحد من اللي وصلوا الويب سايت عملوا اد تو كارت. طيب التشيك اوت، في كام حد عمل تشيك اوت؟ والكوست بير تشيك اوت كام؟ كوست بير اد تو كارت دي عين انا على المتجر ده كان متجر شبه منصوره كده. اللي منصوره ده اللي هو بتاع المفارش واللباد والحاجات دي. فانا مهم عندي الناس عملت اد تو كارت ولا لا، وعملت تشيك اوت ولا لا في المتجر ده في الكيس دي. طيب في حاجات تانية ممكن ابقى مش حاططها في البرزنتيشن دلوقتي ومش عارف اعمل بوش سكرين عشان بيانات العملاء، بس يعني ممكن ابقى احط لكم سكرينات لفانل ثانيه انا مرتب المتركس ان هو سي تي ار امبريشنز كونفرجن ريت. مش كده بس اقصد يعني كلها ما بتلعب في السي تي ار والكونفرجن ريت. ابقى ابص عليه كمان والله اللاندنج بيج فيو، الكوست باللاندنج بيج فيو كام حد دخل الويب سايت وكام حد عمل كليك، فاعرف الويب سايت او اللاندنج بيج بتوقع ترافيك ولا لا. دي نقطه او دي طريقه. فدي ايه نظره عين. لا برجع عن الكلام اللي احنا التاني اللي احنا قلناه، نرجع تاني للسلايد بتاعنا. نتكلم قلنا بقى ايه؟ طب عندنا السي بي ام، السي بي ام ده اللي هو ايه؟ الكوست بير 1000 امبريشن. بيفرق 100 او بيتغير في ايه؟ بالبلاتفورم. بقدر اعمل ايه؟ بالتارجت اودينس. لو انا قعدت احدد في التارجت قوي فبصعب الدنيا على الناس، او على المنصات يعني، فبالتالي المنصات بتغلي عليا. طيب لو خليت التارجت برود او ابسط او مدينه كبيره او محافظه او عده محافظات او مصر كلها السعوديه كلها هكذا، المفروض السي بي ام بتاعي يقل شويه. طيب عندي ايه تاني؟ عندي والله الحته بتاعت الكونتنت. سامعيني كده؟ الصوت منفصل او حاجه؟ طيب خلينا نكمل. لا تمام. طب زي الفل. احنا قلنا ايه؟ ما عندنا ده بقى التارجت اودينس، عندنا الكونتنت ان احنا نخلي الكونتنت مناسب للجمهور بتاعي، فبالتالي الكونتنت لو مناسب وواضح هيقلل السي بي ام بتاعي. طيب عندنا برضو في حاجه صحيح عشان تبقوا عارفين، المنصات الاعلانيه ما بتحبش الحته دي مهمه في الكونتنت. المنصات الاعلانيه ما بتحبش حد يعاندها. دي حاجه غريبه قوي ومش كتير هتلاقوا ناس بيتكلموا عليها. يعني ايه مثلا؟ فيسبوك لو انت جبت فيديو عليه اللوجو بتاع تيك توك او اليوزر بتاع تيك توك ممكن يرفع لك السي بي ام عنادا في ان انت جايب له فيديو من تيك توك. دي تفصيله غريبه جدا. فحاول لو انت هتستخدم فيديو كان مثلا حد نزله على تيك توك او حتى انت عاجبك من تيك توك وهو بتاع البراند او ايا كان الكيس، او نفس المنتج بتاعك وحد تاني عامل له ريفيو وجابه من امازون وانت عايز تبيعه على لاند او ايا كان،
روح شيل الوتر مارك. هتشيلها ازاي؟ بان انت عادي هتكتب في اليو ار ال في جوجل يعني تيك توك ويزاوت ووتر مارك، تديله لينك الفيديو هيحمل لك الفيديو من غير ووتر مارك. دي تفصيله بقى بسيطه خالص. بترفع السي بي ام. وده ميتا قايلها بصوره رسميه، يعني قالت اصلا كانت بتتكلم كمان على الاورجانيك، قالت لو انت رفعت فيديو على الانستجرام بيوزر او بلوجو براند مش هنديله اورجانيك ترافيك. فما بالك بقى بالسي بي ام اللي هو بيقدر يدفعك عليه فلوس، هيزعلك جامد يعني. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. بالنسبه لجزئيه السي بي ام، طيب السي تي ار، والله السي تي ار ده قلنا ايه؟ السي تي ار ده اللي هو لينك ثرو ريت، وقلنا مهم قوي ان الكونتنت يكون كويس، ان انا استخدم هوك كويس او يشد العميل او يستفزه او يخليه عايز يكمل الفيديو او عايز ياخد الكول تو اكشن اللي معاك في الاخر، وان يكون في فاليو في الفيديو. يعني مش بطل اقول له كلام وخلاص، او انا عامل عروض كويسه، لا، يخليك عندك فاليو اكبر من كده. يعني عايز اقول لكم الناس اللي عندها منتجات كتير وليكن زي امازون، وان كانت بتقول لك امازون عامل عروض، بتحاول تجيب لك مثال، حد عايز يشتري ساعه، حد عايز يشتري تي شيرت، ده كمثال. الحاجات بقى الكبيره امازون وترنديول وكده يعني. بس ده بالنسبه لحته الكول تو اكشن. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى كوست بير كليك. كوست بير كليك دي انا كاتب هنا سي بي ام بس او في سي تي ار، لان زي ما قلت لكم كوست بير كليك هتتاثر بالاثنين دول. لو انت السي تي ار بتاعك كويس وكبير، رقم كبير، كوست بير كليك بتاعتك سعرها هيقل. طيب لو السي بي ام عاليه قوي، برضو الكوست بير كليك هتزيد. طيب لو في المتوسط او في القليل، ان شاء الله الكوست بير كليك هتبقى كويسه. بالنسبه صح للسي تي ار، لما كنت بقول لكم النسب الكويسه بتاعته هي من منصه للثانيه. يعني مثلا في فيسبوك 1-2 سي تي ار 1 او سي تي ار 2 ده كويس، لو زاد 2.5 ده ممتاز. طيب في تيك توك لا، ممكن تلاقي السي تي ار وده على الابديتس الاخيره مثلا 0.8، بس ده كويس عادي وبيجيب لك بيرشيز بسعر كويس. بس هو السي تي ار قليل كده عادي. كان زمان لا، اقل من 1 وقف عشان وحش، دلوقتي لا. طيب انا برضو من جزء شغل البرفورمانس ان انت تتعب قوي في حته الكرييتيف. انا فاكر كنت انا شغال مع حد زميل ليا على بروجكت زمان من فتره، من سنه وشويه تقريبا. كنا بنجيب في الكرييتيف مثلا سي تي ار 6، سي تي ار 15، وكانت الارقام دي خزعبليه جدا، بس حرفيا كنا شغالين قران على الكرييتيف ده بجد، مش ترول يعني. بس كان ربنا مبارك فيها قوي يعني، سبحان الله. كانت نيتنا خالصه، كنا الكذب باختصار يعني كان عميل بيبيع حاجات صعبه قوي، او صعب يبيعها في الاونلاين، سراير ودواليب وغرف نوم، ومفروض يشتري من الويب سايت. فكنا بنجيب ريفيوهات العملاء ونعملها على كانفا ونحط عليها مثلا قرآن مثلا، اللي هو خواتيم سورة البقرة، مش عارف، حاجات مقاطع احنا بنحبها مثلا لقراء مصريين معانا عارفينهم يعني. والله فعلا كان سي ار كويس، ودي كيس حتى أنا دايما بحكيها، ممكن اكون قلتها كذا مره معاكم. فدي نقطه كويسه. العب على الكريتيف قوي، فكر قوي. في ناس بتعمل كريتيفز فظيعه يعني. في ناس يطلع يقول لك ايه، يكتب كده في نوت يقول لك مثلا ايه، احنا عاملين عروض كذا كذا وبتاريخ كذا والحق، وكاتبها في نوت موبايل وكده سكرين شوت وعاملها اد. ده نوع ادز عادي. في ناس انا شفت ادز قبل كده بيروحوا يعملوها مثلا من بيدج باسم عادي، مثلا بيدج باسم من الانبوكس، البيدج اسمها كده، ويبقى البوست مكتوب في ايه؟ مكتوب فيه ازيكم يا جماعه عاملين ايه، انا بابا جاب مجموعه العنايه بالبشره دي الصيدليه عنده، والصيدليه والله مبيعاتها واقعه، بس والله انا جربت الباكج دي والباكج دي كانت كويسه جدا. الكامبين دي كانت من سنه تقريبا او سنه ونص، لا سنه ونص، من سنتين، وانا كنت يعني بيج فان للكامبين دي. هي كانت كامبين كانت بتبيع كويس، ومش فاكر اسم البراند، بحاول ابعت لكم لينك دي لان انا فاكر انا كنت بعته لحد صح، فحاول اجيبها لكم. بس مثلا دي نوع ادز عادي. طيب الناس كانت بتبيع، والله الناس كانت بتشتري منهم عادي، كانوا بيودوا اصلا. يعني هو بيقول لك ابويا بيقفل الصيدليه بس ابوه عنده ويب سايت على شوبيفاي عادي باسم البراند فعادي يعني. بس كانت جايبه، كانت جايبه عادي. ده نوع واخد قصه ستوري تيلينج وشغال ايموشنال، وفي نفس الوقت بيقدم فاليو ان
ان المنتج كويس. فلعب الكريتيف ده لعب كتير وكبير ومحترم. طيب هنتكلم بقى عن قصه كليك تاني. يبقى احنا نعمل ايه؟ ان احنا نتست اكتر من اودينس. بما ان بقى السي بي ام والسي تي ار مهمين مع بعض، فانا هتست اودينس وهتست كونتنت. يبقى انا هروح اجرب والله مثلا ان انا اشتغل على الناس اللي في القاهره بس، او اشتغل على مصر كلها، واشوف ايه احسن بالنسبه لي جاب لي كوست بير كليك. نظره الكوست بير كليك مش المحوريه، مش لو اعلان جايب كوست بير كليك اغلى 2 جنيه اروح اوقفه بسرعه. لا، انا عندي نظره ثانيه على بقيه الفن اللي هنتكلم عنه. بس انا حالا بنبص من سكوب بس المترك دي. طيب ان شاء الله مع نهايه سيشن يعني السيشن الجايه ان شاء الله تبقى هي المتممه لدي. هنحاول بقى اعمل لكم ايه، اخد لكم سكرين شوتس كده من كذا اد اكونت عدوا عليا، ونحلل سوا الفانل وبصينا على ايه وطفينا ادز ايه وشغلنا ادز ايه وكده. هحاول والله ان شاء الله يعني. طيب تيست الكونتنت ده اللي اتكلمنا فيه. طيب في حاجه كمان، والله في حاجه اسمها البي اي اس باختصار. هي بي اس دي اختصار لبين اكتيفيت سوليوشن. من الحاجات اللي بشوفها كويسه جدا في الكرييتيف ان انت تروح تقدم للعميل مشكله وتحسسه المشكله دي صعبه جدا وتقول له السوليوشن بتاعها. يعني مثلا ايه، خلينا كنا لسه بنتكلم على موضوع ان انت محتاج يكون معاك منتور. لو انا كمهران جيت بكره هعمل فيديو هتكلم فيه اقول ان انت مهم ان انا كمهران اكون منتور معاك، هروح اقول كده؟ لا، هروح اعمل ايه؟ هتكلم ازاي؟ اقول لك انت ميديا باير طول اليوم قاعد قدام الداشبورد مش عارف انت ماشي صح ولا غلط، لسه مشتت. انا دلوقتي قلت لك ايه، ان انت طول اليوم قاعد قدام الداشبورد ومش عارف انت بتعمل ايه، دي كده مشكله. وفضلت اقول لك ايه، العميل بيرن عليك مش عارف ترد عليه، تقول له ايه، عندك مشاكل كتير، مش عارف ارقامك صح ولا غلط. انا قاعد بقى بستفزك وبحسسك ان المشكله دي هي يعني انت هتموت حالا. هو قال لك ايه، لو كل المشاكل دي موجوده عندك فانت اكيد محتاج منتور معاك وانا اقدر اساعدك في ده. فده اديته كسوليوشن. طيب معظم الاعلانات القويه او اللي بتبيع كويس بتبقى ماشيه بالسيكونس ده. ازاي؟ هيجي مثلا والله بيقدم لك شامبو تجميل، شامبو قشره مثلا، فيجيب لك ايه، ان هي والله كانت عندها خروجه مهمه وبعدين بتعمل شعرها كده لقت قشره، والقشره على هدومها واصحابها شافوا القشره، والراجل اللي ماشي في الشارع قال لها ايه ده عندك قشره على شعرك. ما حدش شافها اصلا، بس هو حسسك ان الموضوع صعب قوي، قال لك الحل مع شامبو مش عارف ايه. فده نظام الاعلانات كلها. يعني 90% من الادز بتتكتب بالطريقه دي، او الطريقه دي مع طريقه ثانيه. كل اعلانات نسكافيه في رمضان بيقول لك انت صايم ومحتاج نسكافيه ومش عارف تركز وتعبت انت اصلا، يعني مش عارف تركز عشان سبب تاني، انت جعان مثلا او عطشان. قال لك لا، انت عشان نسكافيه، فانت الحل ان انت بعد ما تفطر اشرب نسكافيه، قبل السحور اشرب نسكافيه. يا عم انا صايم، قهوه ايه اللي هشربها قبل السحور، عايز انام. لا، بس هو اقنعك ان هو السوليوشن. معلش احنا خلينا خلاص، انا بخلص عشان نخلص في الاخر يعني. بس فدي حته البين اكتيفيت سوليوشن. في بقى حاجات تانية هتكتب بقى لا ده وطرق تانية، في طرق تانية عادي موجودة وممكن، بس أنا مش مرتبة والله في السيشنز، بس ممكن فيما بعد لو ربنا كرم وبقت السيشن دي عادة عندنا يومية يعني كل أسبوع، فيما بعد نخلي عادي إن إحنا لا إن إحنا يعني يبقى عندنا سيشن عن الكونتنت وإزاي نفكر في الكرييتيفز والأنجلز وكده. والله ممكن نبقى نتكلم عن الأنجلز كتير، لأن معظم شغلي حالا إن أنا مش ان انا اشتغل اطلع الكامبينز، ان انا اركز في الانجلز دي. ممكن نبقى نتكلم عنه. ده كده كلامنا يعني، او الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها. بعد كده هندخل على الجزء ده بتاع السايت والترافيك وكده. فخليني ان في الاول كان في سؤال هنا انا فاكر. طيب ماشي يا احمد، اتفضل معايا. انا كده خلصنا يا جماعه، نسمع بقى الاسئله بتاعتنا وخلصنا كده ان شاء الله. ماشي يا احمد، اتفضل. هو انا حاليا شغال لوحدي، يعني ما فيش معايا كوبي رايتر او حد كونتنت كريتور او كده، فبعاني جدا في حته ان انا ازاي اجيب كرييتيفز، او ازاي ان انا اجيب انجلز، او افكر ازاي ان انا اعمل سكريبت لو هبدا ان انا اعمل ريلز او كده. فايه الحاجه اللي انا ممكن سواء كتاب او كونتنت او قناه على اليوتيوب اقدر اتابعها تخليني استلم افكار اكتر؟ طيب بص، في قناه على اليوتيوب بتاع بنت اجنبيه، مش فاكر اسمها والله، بس
لان مش بذاكر الفتره الاخيره كونتنت يعني، بس ممكن هي تفيدك في الحته دي. بس عامه هنرجع لنقطه، صدقني شوف المنافسين. يعني انا ممكن ابقى اعمل سيشن والله ازاي نطلع افكار عامه، خلاص احنا هنحطها في الفلو بتاعنا باذن الله يعني. بس والله روح شوف المنافسين. عارف ليه؟ لان المنافسين دول حرقوا خلاص بقالهم كتير. يعني مثلا تخيل كده انا داخل مجال في مثلا الناس مثلا بتبيع مفارش ده من زمان جدا، بقالهم 20,000 سنه بيبيعوه ايه. فدخلت شفت بيعملوا ايه، فخلاص انت خدت خلاصه تجاربهم واعلاناتهم، وشفت ايه الريلز اللي كويسه عندهم على انستجرام ونجحت. عارف باختصار جدا، خد لينك انستجرام وروح لشات جي بي تي، افتح شات جديد وقول له خد اكونت انستجرام ده، تعامل كانك ليك خبره في صناعه المحتوى، قم بتحليل الحساب واديني افكار لو انا براند منافس اقدر انفذها. هديك افكار اقراها، ما تاخدهاش كود بيست، اقراها وهتلاقي منهم فكره. انا اعرف اعمل زي ده، اعرف ممكن اتكلم عن النقطه دي. ده ببساطه. زمان ما كانش في شات جي بي تي، كنت بقعد اعمل ايه؟ يعني انا عشان تبقوا عارفين انا كنت زمان شغال كونتنت كريتور، كنت بادئ مودريتور اصلا زمان، بعدين بقيت في تيم الكونتنت، بعدين كنت كونتنت تيم ليدر. وكنت بعمل ايه؟ كنت مثلا بيطلب مني التاسك النهارده، المفروض الديدلاين بتاعه مثلا 3 ايام، كنت بسلمهم بعد 3 اسابيع. بس كنت بقعد اعمل ايه؟ بفضل ال3 اسابيع حلل في منافسين. فباجي مدير بقى مستفز مني، يا عم العميل بيزعق، عندي ميتنج مع العميل بالليل، فاقول له طب اديني ساعه وهبعت لك، واقوم داخل مفضي دماغي في ورقه ومقفلها له في دوكس وبعتها له. متخيل؟ بس ليه؟ تبقى واضحه المنافسين قوي. فيعني فاكر في مره كلاينت كان بيقدم حاجه مش عارفين نبقى، كان بيقدم خلايا طاقه شمسيه، والناس اللي بتبيع ده لل... للمستهلك النهائي مش كتير في مصر. فكان مطلوب مني ان انا اعمل كامبين ازاي ابيع خلايا طاقه شمسيه الناس عندها شاليهات في الساحل. وفكر بقى يا معلم، طب انت اصلا مش عارف مفيش منافسين ومفيش حاجه. فانا قعدت حرفيا اذاكر طاقه شمسيه، انا عشان كنت برضو مهندس يعني فكان عندي طاقه ان انا اذاكر ده. بس كنت بقعد اسال بقى واتعلم. طيب الطاقه الشمسيه دي الخلايا دي بتوفر ايه؟ بتوفر فلوس. طب انا رايح لواحد عنده شاليهات في الساحل، هل انا اروح اقول له وفر فلوس؟ لا. طب ده والله عايز ايه؟ الناس دي طبعها مثلا ان هم بيحبوا التباهي، او ان هم يقولوا ده انا عندي وما شفتوش الوحده اللي ركبتها جديده في الشاليه اللي في الساحل مثلا. فبدات طب اشوفه هي دي ايمج ازاي، والله ايمج ان انت بتحافظ على البيئه ومش عارف. فاهم؟ فقعدت افكر طب حالا لا، انا شات جي بي تي هدخل اقول له، يعني انا لو مهران تاني دلوقتي مش هقول له مساء الخير في الاول يعني، بس هقول له انا جالي عميل بيقدم 1 2 3 وانا دماغي مش ما عنديش افكار، قول لي افكر في ايه واقترح عليا افكار ممكن اقدمها في اول كامبين. وتعامل برضو دايما اديله الحته دي، تعامل كانك خبير في كذا. يعني مثلا تعامل كانك خبير في السوق الخليجي. ليه؟ لان انت ممكن تقول له على العسل فيقول لك ايه؟ العسل في مصر الناس بتبيع في السوبر ماركت والدنيا جميله. بس هو في الحياه في السعوديه الناس بتطحن بعض في الاونلاين، والله بتطحن بعض. يعني انا ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى داخل لحد من الماركت ليدز في السعوديه في العسل من اقوى 3. لا هو جاي لك انت بتقول له مثلا هصرف نص مليون، بيقول لك ايه نص مليون ده؟ ايه ده؟ ده دهب، ده رقم اهبل. انا عايز اصرف مش عارف 10 فاهم؟ بيقول ارقام اصلا لا انا ما صرفتهاش في عسل قبل كده. بس ده ليه؟ لان السوق طحن. فانت شات جي بي تي فهمه ووجهه وقول له بص مثلا على السوق الخليجي وسيبه يكتب اللي يكتبه وبعدين اقعد اقرا. ممكن تحس الكلام كويس وتحس الكلام وحش. كان في حد من اصحابي بيهزر معاه قريب بيقول لي شات جي بي تي كان اكونت بنستخدمه يعني، قال لي ده غبي، اللي معاك ده ذكي. طيب ايه الفرق؟ الغبي ده انت بس بالغبي ده بنعمل ايه؟ بنساله البس ايه النهارده ودرس واجعني، طب اروح لدكتور عيون ولا لا؟ وبساله في حاجات كتير قوي. لكن الذكي انا بدخل اقول له انا فاتح شات معينه لكتابه المحتوى، فبقول له انا مهران الشيخ وبقدم 1 2 3 اكتب ايه النهارده وانا بنزل بوست عن لينكد ان مثلا. فهو فاهم انا مين، بعمل ايه، وهبيع ايه، وايه البوستس اللي نزلتها قبل كده وبتكلم ازاي. فبقى بقى فاهم يقول لي الفكره. طيب لو حاجه تانية، لو انا بستخدمه في حاجات تانية شتته، فانت وجهه بس هيطلع لك افكار. فباذن الله جزئيه الافكار دي مش هتلاقي فيها حاجه. ايوه اللي لسه مبعوثه بالشات دي هي دي بتاع الكونتنت اللي هي كانت في بالي. شكرا يا مي، يعني هي فعلا هي دي دورة. انا بس بنسى الاسماء جدا.
هيبقى جزاك الله خيرا وإياكم يا رب. تسلم يا أحمد، والله ده من ذوق، ربنا يكرمك. بس احنا كده خلصنا النهارده. عايزكم انتوا، مش هقول لكم معاكم تاسك، انا عايزكم انتوا تجربوا. يعني انا برضو عشان تبقوا عارفين الحكمه من ال من السيشنز او كده. مش فكره مش فكره ان احنا ندخل نسمع، ولا انا افتح الموبايل واقعد اسمع الراجل ده بيقول ايه. عشان تستفيد خد كل حاجه جربها. والله يعني مش بضرب بنفس المثل، يعني الحمد لله انا كلها لسه بنتعلم لسه. بس انا فرق معايا فتره طويله جدا ما كانش معايا منتور، بس كنت بتعلم ان انا باخد ابسط معلومه اطبقها. يعني انا فاكر كنت مثلا بوست مكتوب على الفيسبوك في جروب، باخد البوست ده اقراه مثلا كذا مره واقعد اكتبه في نوته في صوره نقط، واروح اجربه على اقرب حاجه. يعني لدرجه ان انا كنت فاهم اي كوميرس قبل ما ابدا اشتغل في الاي كوميرس. متخيل؟ يعني كنت فاهم يعني ايه اد تو كارت وتشيك اوت ورحله العميل والدروب فين، ولازم تعيد استهداف العميل عشان ما يضيعش منك. وانا لسه بعمل كامبينز رسائل وعندي بزنس مبني على الرسائل، وبنطلع يوم ما بنجيب 10 اوردرات في اليوم كنا بنبقى الشركه كلها بنعمل تورته ونحتفل. فما بالك فاهم؟ انت امسك كل معلومه ذاكرها قوي، ده هيفرق معاك. تاني حاجة اسأل وافرك قوي في سؤالك. ويا باشا والله شات جي بي تي دلوقتي، يعني يا جدعان والله العظيم زوجتي بتقول لي ده حرام، اكيد شات جي بي تي ده حرام عشان سهل الدنيا. لا، انت تدخل تسأله. انا مثلا وليكن انا ايه الحاجات اللي تخليني اقلل الكوست بير كليك في اعلان بتاعي؟ هيديك حاجات المنتور هيقولها لك. الاختلاف ان المنتور هيبقى بيديك امثله حيه. طيب انت لما تسال شات جي بي تي هيقول لك حاجات مش هيفتكس عليه. بس روح اساله في شات منفصله، ما تبقاش نفس الشات قاعد بتكلمه وانا اعمل نظام دايت ازاي، وبعدين تقول له اتعامل كانك خبير تسويق. لا، كلمه بقى كانك انت ليك تجارب مثلا في التجاره الالكترونيه والمنصات الاعلانيه. قول لي ازاي اخلي الكوست بير كليك اقل في الحملات الجايه. هيقول لك يا باشا نفس الكلام اللي انا قلته، ركز ان انت تجيب كونتنت قوي، تروح لجمهور مناسب. هقول لك الكلام ده مش بعيد. يعني ممكن لو قلت له اعمل لي برزنتيشن يبعت لك نفس السلايد ده بجد. بس انت بقى طبق الكلام ده. طيب طبقته وعملته بتاع جه والله عندك مشكله. يا باشا انا مثلا معايا الكلاينت ده وليكن بيديني 10,000. فلما اجي بقى اروح اخد كورس ولا اخد منتور شيب ولا حاجه بيد، هدفع بقى عادي. ما انا بقيت بجيب فلوس. انما انت ما تبقاش لسه بتبدا وتقعد بقى تدور على كورسات ومنتور شيب، وتروح تدور على حد تساله، وحد يطلع مش فاهم حاجه يقول لك تعالى انا اديك الكورس اللي انت عايزه. لا، اقعد بقى انت افرك مع نفسك من ابو بلاش وتعلم. بعد ما تتعلم دور وفلوس عادي. فخلي دايما النقطه دي. والله فعلا كنت بذاكر من بوستس الفيس. يعني تقريبا اكتر حاجه خدت فيها خطوه وما كانتش مدفوعه برضه، ان انا كان في انترنشيب وقدمت عليها، وكان وقتها جت كورونا يعني، فتعبت وما رحتش. وسبحان الله نزلت الفيديوز بعد كده بتاعها يعني على اليوتيوب. بس شاهد الموضوع يعني ان انا بقعد امسك الحاجه ببلاش واعذرها كده. ماشي، قول يا احمد سؤالك، احنا هنختم بسؤالك ان شاء الله. هو انا كنت عايز اسال ازاي انا اتعلم اصلا الماركتنج كعلم اكاديميك قوي، لان انا مثلا كان تخصصي في الدراسه كان بعيد جدا عن الماركتنج. يعني انا كنت بدرس كلينيكال نيوتريشن او تغذيه، فكنت بعيد جدا عن حته الماركتنج او البيزنس عموما. طيب بص، انت محتاج تقرا بيزكس بسيطه علشان بس تجمع الدنيا، وبعدين تبدا تشوف فيديوز عادي، ناس بتتكلم عن السيلز فانل، ناس بتتكلم عن الديجيتال ماركتنج دلوقتي. طيب ايه الحاجات اللي انت محتاج تشوفها او تقراها في مثلا ماركتنج بالعربي او بالمصري؟ مش فاكر. الكتب دي كانت كويسه جدا وانا قريتها في البدايه برضو، الحمد لله فرقت معايا كادراكي للموضوع. انا اصلا اول ما جيت ادخل الموضوع خالص قبل حتى موضوع المودريشن كنت بحاول اسال الناس هو انا اتعلم ماركتنج منين، مش عارف اللي هو قطعه ماركتنج احط مثلا. فكان الموضوع صعب في الاول. فانت لا عادي اقرا. هحاول تبقى ابعت لك الكتب دي والله. يعني ابعت لي رساله على الجروب، انا مش هقفل الشات النهارده. بعت لي رساله وانا بس عشان بقفل يومي دلوقتي، فبكره هحاول ابعتها لك في اول يوم ان شاء الله يعني. ان شاء الله. تسلم يا باشمهندس.
حبيبي يا احمد. ماشي يا جماعه، عندكم اي اسئله؟ ما خلصنا كده النهارده. او تبقى نزل لينك الكتب جروب. ماشي، طب ابعت لي على الواتساب، مش ما انا هقفل الميتنج. ابعت لي على الواتساب بس، حاضر عينيا. بس لو انتوا عندكم اي سؤال ابعتوا على الجروب، هسيب الجروب مفتوح. انا بسيبه اول ايام بعد السيشن دي مفتوحه، وبعدين برجع ابعتها. ماشي يا حسن، تمام. لو في اي حاجه ابعتوا لي. شكرا لكم يا جماعه، مع السلامه.